حبايب قلبي طلابنا في كل مكان، طلاب الشهاده الاعداديه من اسكندريه لاسوان. العوده بعد الغياب، حبيب قلبي يا محترم. خلصنا منهجنا حبايب قلبي بقى في السناتر، ما شاء الله لا قوه الا بالله على النتائج بتاعتكم. حبايبي واصلين لمرحله فظيعه، الله اكبر علينا على المراجعات، الله اكبر على المذاكره، الله اكبر على حل النماذج والناس اللي ابتدت تذاكر في التكات والتركات. طب احنا اتمنى ليه النهارده يا مستر؟ هقول لك يا قلبي، احنا اتقابلنا النهارده عشان نراجع الوحده الرابعه. خد بالك مراجعتنا عكسيه، احنا مش بنراجع المماليك والحمله الفرنسيه والوحده الثالثه في التاريخ اللي هي تعتبر بالنسبه لك اول جزء في التاريخ. احنا هنراجع لسيادتك اخر جزء في التاريخ عشان ده ما خدش حقه معاك في المذاكره ولا سيستم امتحاناتنا ان كنتم من طلابنا في السناتر، وان كنتوا اونلاين فان شاء الله باذن الله هتنبهر الترم الثاني من الشغل بتاعنا وسيستم المتابعه وسيستم الامتحانات. بص بقى، احنا جمعنا لك كل الوحده، كل الافكار، كل ما بما تفسر، كل ما النتائج، كل التعريفات، كل اعمال الشخصيات. قلبي 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 جمعت لك كل الانذارات، كل المراسيم، كل حاجه في اي حاجه جبناها لك وحطيناها قدام سيادتك. اللي ورانا ده منا احنا اجتهاد، اللي جاي عليك بقى تعب وكد وكفاح عشان توصل يا قلبي وتقفل. طيب مستر هنعمل ايه؟ وايه نظام او سيستم المذكره؟ بص يا قلبي اقول لك على حاجه. هقول لك اولا كده نسمي الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، واحب اقول لك ان احنا جمعنا لك اخر 4 دروس في منهج التاريخ وجبنا لك كل التعريفات اللي عليهم. عايزك بقى تمشي معايا خطوه خطوه وتمشي معايا حته حته. بص يا جماعه، تعالى بقى يا قلبي نشتغل واحده واحده. قال لك اولا هنبدا بالوحده، نبدا بقى يا شباب بالوحده الرابعه بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها. الوحده الرابعه اللي هي هتبقى درس خلفاء، هتبقى يا قلبي درس خلفاء محمد علي، وهتبقى معانا كمان درس يا شباب، ادي الوحده الرابعه اهي، درس خلفاء محمد علي، وكمان درس الثوره العربيه، ودرس الكفاح الوطني، ودرس كمان مصر منذ الاحتلال البريطاني وحتى ثوره 1000 برافو عليك 952. يعني هناخده اخر 4 دروس في التاريخ. الراجل قال لك هنبدا مع بعض. بص بقى يا جميل، لما نيجي نبدا الوحده الرابعه كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا قلبي نشتغل مع بعض بقى تعريفاتنا ونشتغل كل حاجه. عايزين بس نخلي ده اللون الازرق، وعايزين يا قلبي نخلي التظليله بتاعتنا باللون الاحمر. قال لك اولا جبنا لك التعريفات، فانت عندك 3 تعريفات عليك ان انت تحفظهم. ايه اول تعريف عندي في الوحده الرابعه؟ قال لك اول تعريف يا بطل الابطال لو جينا اتكلمنا عليه هيبقى الاتفاق الودي. ايه بقى مستر الاتفاق الودي؟ قال لك هو اتفاق بين دولتين، بين دوله اسمها بين انجلترا ودوله اسمها فرنسا. يبقى اتفاق بين انجلترا وبين فرنسا نص على انفراد انجلترا بحكم مصر مقابل انفراد فرنسا بحكم المغرب اللي كان اسمها زمان مراكش. وعلى فكره يا شباب الاتفاق الودي ده كان 1904 ومن نتائجه تخلي فرنسا عن مساعده مصطفى كامل. طيب مستر محمد، بعد ما خلصنا الاتفاق الودي ظهر عندنا في درس احمد عرابي الاحتلال، وانا وانت كنا بنقوله الاحتلال هو الله ينور عليك الاستيلاء على ارض الغير بالقوه. يبقى ايه هو الاحتلال؟ هقول له الاحتلال هو الاستيلاء على ارض الغير بالقوه. نقول تاني يا شباب، احتلال هو الاستيلاء على ارض الغير بالقوه. عندي بقى تعريف الحمايه البريطانيه. ايه تعريف الحمايه البريطانيه؟ بقول لك خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني 1900 برافو عليك و14. بدايه من 1914 خضعت مصر خضوع مطلق لسلطه الاحتلال، فده يبقى اسمه الحمايه البريطانيه. يبقى انت طالع من الوحده دي عندك 3 تعريفات مهمين قوي تعرفهم. اول تعريف هنسميه الاتفاق الودي، ثاني تعريف هنسميه الاحتلال، ثالث تعريف هنسميه الحمايه البريطانيه. مستر قول لي ايه شخصياتنا وايه اعمالها؟ ودايما السؤال ده يا قلبي بقول للطلبه بتاعتنا بيجي من هو او اكتب ما تشير اليه العباره. يبقى يجي يقول لك من هو ويكتب لك العمل وانت تكتب القائد، او اذكر اعمال كل من. تعال بقى نمشي واحده واحده. قال لك اولا انا عندي القائد احمد عرابي. الراجل ده عمل لي ايه يا مستر؟ اقول لك واحد قائد الثوره العربيه وقائد مظاهره عابدين. الراجل ده وزير الجهاديه والبحريه في وزاره البارودي. الراجل ده يا شباب احمد عرابي اللي قاد الثوره العربيه بتاعتنا. يبقى احمد عرابي قاد الثوره العربيه. احمد عرابي قال لي الراجل ده كان قائد مظاهره عابدين. الراجل ده كان وزير الجهاديه والبحريه، والنبي يحفظها عشان في ناس بتقع فيها. وزير الجهاديه والبحريه الاثنين معا، وده في عهد وزاره البارودي. مستر مين عثمان رفقي؟ قال لك بص يا سيدي بقى، قال لك والله الراجل اللي اسمه عثمان رفقي انا فاكره من درس احمد عرابي، فاكر قصته. الراجل ده كان وزير الجهاديه في وزاره رياض باشا. حصل الراجل ده اضطهد الضباط المصريين ومنع ترقيتهم، ما كانش بيبقيهم وحرمهم من حقوقهم. الراجل ده يا شباب كان وزير حربيه تم عزله بعد حادثه قصر النيل. يبقى لو قال لك من هو وزير حربيه تم عزله بعد حادثه قصر النيل، عثمان رفقي. من هو اضطهد الضباط المصريين ومنع ترقيتهم، هيكون عثمان رفقي.
مين بقى مستر فرديناند دي ليسيبس؟ بص بقى يا قلبي، الراجل قال لك فرديناند دي ليسيبس ده مهندس فرنسي منحه سعيد باشا امتيازين، يعني 2 يا ابطال، لحفر قناة السويس، وسمح بعبور القوات البريطانية من قناة السويس رغم تأييده لأحمد عرابي بحيادية القناة. يعني الراجل ده من الآخر سعيد باشا عطاله امتيازين عشان إيه يا مستر؟ أقول لك واحد، بعطاله امتيازين علشان حفر قناة السويس، والراجل ده يا شباب سمح بعبور القوات البريطانية من قناة السويس رغم تأييده لحيادية القناة. عندي بقى مستر كيف. مين بقى المستر كيف ده؟ قال لك المستر كيف ده رئيس البعثة التي أرسلتها بريطانيا لدراسة أسباب سوء الأوضاع المالية في مصر بناء على طلب إسماعيل. عندي بعديه شخصية اسمها نوبار باشا. مين نوبار ده مستر؟ أقول لك نوبار ده تولى رئاسة الوزارة المختلطة في أغسطس 1878. ده كان رئيس الوزارة المختلطة اللي انت يا قلبي لو هتفتكر كان عندنا فيها وزير فرنسي وكان عندنا فيها وزير بريطاني أو إنجليزي. الله ينور عليك. مين اللي بعده يا مستر؟ هقول لك عندنا محمد عبيد. مين محمد عبيد ده؟ قال لك الراجل ده صمد بقواته امام قوات بريطانيا بمعركه التل الكبير واستشهد هو ومعظم رجاله. اوعى تنسى، من الذي استشهد في معركه التل الكبير؟ بقول له انا محمد عبيد. الشخصيه اللي بعدها يا مستر وعملها في الوحده، قال لك عبد الله النديم. مين بقى يا مستر عبد الله النديم ده بقى؟ قال لك عبد الله النديم يا شباب خطيب الثوره العربيه ولم تصل اليه الحكومه خالص. الراجل ده خطيب الثوره العربيه ولم يستسلم ولم تصل اليه الحكومه ونجح في الفرار. طيب مين بقى مستر؟ اللورد كرومر. قال لك اللورد كرومر ده يا قلبي هيكون المعتمد البريطاني في مصر استقال بسبب تنديد مصطفى كامل بحادثه اسمها حادثه دنشواي. ده اللورد كرومر اللي مصطفى كامل هيستقيل بسبب حادثه دنشواي. مستر الخديوي توفيق بتاعنا بقى، قول لي. هقول لك الخديوي توفيق بقى يا قلبي أعاد نظام المهابة الثنائية أول ما مسك، رفض اللائحة الأساسية لمجلس النواب، احتلت بريطانيا ومصر كان في عهده، وعندما تم ضرب الإسكندرية الراجل ده لم يغادر قصر رأس التين هو وأسرته. مستر عندي بقى الخديوي عباس حلمي الثاني. ما تقول لي عباس حلمي الثاني ده عمل ايه؟ اقول لك والله الخديوي عباس حلمي الثاني تحول من ايه؟ وخلي بالك من الجمله دي. هقول له تحول من مؤازرة. كلمة مؤازرة يعني الوقوف مع أو مساعدة الحركة الوطنية إلى موالاه. يعني إيه موالاه؟ يعني احتلال. موالاة الاحتلال، موالاه يعني انضمام، يبقى انضمامه للاحتلال البريطاني. وطبعا ده لو انت عارفين هو كان في عهد مين؟ كان في عهد الأستاذ المحترم بتاعنا محمد، الله ينور عليك يا بطل، في عهد محمد فريد. مستر الشخصية اللي بعدها قال لك انا عندي السير اللي اسمه السير وينجت. مستر مين السير وينجت ده؟ ده ظهر معايا في درس سعد زغلول. قال لك ده المندوب السامي البريطاني في مصر، واعترض على الصفه التي تعطي لاعضاء الوفد حق التحدث باسم الامه، ولم يسمح للوفد المصري بالسفر لباريس. ده بقى اللي قال لسعد لا، انت لا تمثل الشعب وانت بعيد عن هنا خالص ومش هينفع تسافر باريس. طيب مين اللي بعده يا مستر؟ قال لك اللي بعده هيكون الرئيس الامريكي اللي اسمه ويلسون. قول لي انت بقى عمل ايه ويلسون؟ قال لك ده رئيس امريكا واعلن 14 مبدا ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها، واعترف بالحمايه البريطانيه على مصر في مؤتمر الصلح في باريس. خد بالك ويلسون ده من رئيس او الولايات المتحده الامريكيه. الراجل ده صاحب ال 14 مبدا، كان عنده 14 مبدا ومنهم حق الشعوب في تقرير مصيرها، ولما جينا لجأنا له في مؤتمر الصلح في باريس لقيناه خيب ظننا وصدمنا واعترف بالحمايه على مصر. عندي واحد تاني اسمه كيرزون. مستر مين كيرزون؟ قال لك كيرزون ده وزير خارجية، قال لك كيرزون ده بيشتغل وزير خارجية بريطانيا وتفاوض مع عادل يكن، ولم عادل يكن باشا قال لي ده عام 1921، وطبعا هناخده في الأسئلة قدام ان هو فشل ليه والكلام ده كله. طيب عندي واحد اسمه الملك أحمد فؤاد. مستر مين الملك أحمد فؤاد أو الملك المعروف عندنا باسم فؤاد الأول؟ قال لك بص بقى، الراجل ده أعلن نفسه، يبقى أحمد فؤاد أعلن نفسه ملكا على مصر 1922، ألغى دستور 30 وأعاد دستور 1923. خلي بالك من أعماله الاثنين، أحمد فؤاد وفؤاد الأول. مصطفى النحاس. مين بقى مستر مصطفى النحاس ده؟ وتعالى نشتغل عليه واحدة واحدة. الراجل قال لك أدار المفاوضات مع إنجلترا وانتهت بتوقيع معاهدة 1936،
والغى معاهده 1936. خد بالك الراجل ده عمل مفاوضات مع انجلترا، هو اللي مضى المعاهده وهو اللي الغى المعاهده، واطلق بذلك الحريه للشعب في النضال المسلح ضد اي قوات بريطانيه في القناه. دي كده معظم الشخصيات الرئيسيه. هتلاقي شخصيات ظهرت معانا في الاسئله برضه هنحفظها مع حفظنا للاسئله، زي اللورد ميلنر وزي غير اللورد ميلنر هيطلع لنا في الاسئله ونحفظه في الحاجه بتاعته. طيب مستر انا خلصت الشخصيات وحفظتها، اراجع على ايه تاني؟ اقول لك يا قلبي بقى نبتدي ان احنا نراجع على الاسئله. اول سؤال بيقول لك بما تفسر توجيه اسماعيل حملات حربيه الى الاقاليم الاستوائيه. هو ليه الخديوي اسماعيل هياخد حملات حربيه ويطلع للاقاليم الاستوائيه؟ الراجل ده قال لك انا رايح هناك للتوسع في الجنوب والسيطره على مياه نهر النيل وكمان منع تجاره الرقيق، واوعى تنسى ده هدف انساني بدافع الانسانيه. هيجي يسالك السؤال الثاني، هيقول لك بما تفسر اعتمد الخديوي اسماعيل في علاقته مع السلطان على تقديم المال والهدايا. هو ليه مستر الخديوي اسماعيل عايز يقدم مال وهدايا للسلطان؟ اقول له ليحصل على الفرمانات التي يوسع بها حكمه. الراجل ده بيقدم مال وهدايا عشان يحصل على الفرمانات التي يوسع بها حكمه، ومنها جعل وراثه العرش في اكبر ابنائه وزياده عدد الجيش. يجعل وراثه العرش في اكبر ابنائه وكمان يزود عدد الجيش. طب يا مستر بما تفسر هو ليه الخديوي اسماعيل انشا المحاكم المختلطه؟ يعني ليه الخديوي اصدر مرسوم بانشاء المحاكم المختلطه؟ اقول له للحد من مساوئ المحكمه القنصليه، عايز يقلل مساوئ المحكمه القنصليه. طب لو قال لي يا مستر بما تفسر عزل الخديوي اسماعيل وتوليه ابنه توفيق، ليه بقى نشيل الاستاذ اسماعيل ونعين ابنه توفيق؟ قال لك والله بسبب قيام اسماعيل باقصاء يعني عزل الوزيرين الاجنبيين. انا وانت عارفين القصه ان اسماعيل عزل الوزيرين الاجنبيين. طب مستر هو بعد ما عزلهم ايه اللي حصل يا مستر؟ بص بقى، قال لك بعد عزله للوزيرين الاجنبيين هنمشي بقى خطوه خطوه. بعد عزله للوزيرين الاجنبيين ايه اللي حصل؟ اقول لك والله لما عزلهم اصدر كمان مرسوم ابريل 1879 بتسويه الدين طبقا لمقرراته اللائحه الوطنيه. ولكن قامت الحكومه البريطانيه والفرنسيه بالضغط على السلطان العثماني. ضغطوا عليه ليه؟ هقول لك لاصدار فرمان بخلع اسماعيل وتوليه ابنه توفيق، وهنا في فرمان مستخبي اللي هو فرمان 1879. طيب مستر عندي ثوره عربيه قامت، عايز اسال نفسي سؤال، بما تفسر قيام الثوره العربيه يا جميل؟ هتقول لي بالراحه، قيام الثوره العربيه بسبب ازدياد التدخل الاجنبي في شؤون مصر نتيجه للقروض. زاد التدخل الاجنبي جدا في مصر وده نتيجه للقروض. فقدان مصر نصيبها من قناه السويس. المؤثرات الفكريه الغربيه اللي ادت لنمو الوعي القومي والمطالبه بالدستور والحكم النيابي. سوء احوال مصر الاقتصاديه في عهد وزاره رياض واضطهاد عثمان رفقي للضباط المصريين وعدم ترقيتهم. وانا وانت يا قلبي كنا حافظينها. ثوره عربيه لها اسباب وهي مؤثرات فكريه، سوء الحاله الاقتصاديه والتدخلات كانت اجنبيه، وظلم عثمان رفقي نصر الجهاديه. فاكر يا بطل؟ الله ينور عليك يا قلبي. طيب مستر كده انا خلصت اسباب الثوره العربيه. قول لي بقى يا مستر بما تفسر حدوث خلاف بين وزارة شريف باشا وبين مجلس النواب 1881. هو ليه حدث خلاف بين وزارة شريف وبين مجلس النواب 1881؟ قال لك بص يا حبيبي، قال لك ذلك لأن شريف باشا قدم اللائحة الأساسية. شريف باشا هيقدم اللائحة الأساسية. اللائحة الأساسية دي اللي هي هتكون الدستور لمجلس النواب، ولم تتضمن حق المجلس في مناقشة الميزانية. خد بالك شريف والمجلس اختلفوا لأن شريف عمل لائحة أساسية لم تتضمن حق المجلس ده في مناقشة الميزانية. قال لك مما أثار الجدل بين شريف وبين المجلس، وده طبعا هيثير الجدل بين شريف باشا وبين مجلس النواب. طب يا مستر لو قال لي بما تفسر رفض شريف باشا مناقشة الميزانية. ليه شريف رافض ان هو يا جميل يناقش الميزانيه؟ هقول لك والله رفض شريف باشا مناقشه الميزانيه، هقول له لتجنب الاصطدام مع الدول الاوروبيه. الراجل ده كان عايز يتجنب الاصطدام مع الدول الاوروبيه عشان كده ما رضاش يناقش الميزانيه. طيب مستر عندي سؤال بيقول لي هم ممكن يجوا في شكل صيغتين يا شباب او 3 صيغ، الثلاث صيغ اجابتهم واحده. هقول لك بما تفسر اسباب اتهام احمد عرابي للخديوي توفيق بمحاباه الانجليز، او بما تفسر حدوث صدام بين عرابي وتوفيق بعد احتلال انجلترا اسكندريه، او بما تفسر اصدار الخديوي توفيق امر بعزل احمد عرابي من وزاره الحربيه 1882. الثلاث صيغ دول
دول اللي هو السؤال 1 والسؤال 2 والسؤال 3. ال3 صيغ دول يا شباب اجابتهم واحده. هقول له بمختصر: لان الخديوي توفيق ارسل الى احمد عرابي في كفر الدهر وامره بالكف عن الاستعدادات الحربيه وان يحضر الى سرايا قصر راس التين في اسكندريه عشان يتلقي التعليمات. ورفض عرابي واتهم الخديوي بمحاباه الانجليز، وكلمه محاباه الانجليز هنا معناها التحالف مع الانجليز. لذلك اصدر توفيق امر بعزل عرابي من وزاره الحربيه وظهر بمظهر العاصي لاوامره، خلاه يظهر بمظهر ان هو ما بيسمعش كلامه. طيب مستر، انا عندي سؤال تاني: بما تفسر ليه فشلت الثوره العربيه؟ وده سؤال مهم قوي. اسباب فشل الثوره العربيه. قول لي بقى انت بطل، ليه ثورتنا العربيه هتفشل؟ هقول لك والله بسبب عدم تكافؤ القوى العسكريه بين قوات الاحتلال البريطاني والقوات المصريه. القوى العسكريه ما كانتش متكافئه بين قوات الاحتلال البريطاني وبين القوات المصريه. قال لك كمان يا بطل تواطؤ اداره شركه ديليسيبس مع اللي هي شركه قناه السويس الاجنبيه مع الاحتلال البريطاني، وكلمه تواطؤ بمعنى خيانه. خانت اداره شركه قناه السويس اللي هو ديليسيبس احمد عرابي وتحالفوا مع الانجليز. اصدار السلطان العثماني منشور اعلان عصيان احمد عرابي. السلطان طلع منشور بعصيان احمد عرابي، وخد بالك ده ليه اثر كبير جدا على الروح المعنويه. وعدم ادراك الثوره العربيه اهميه التعبئه الشعبيه لمسانده القوات المصريه في معركه. كنا ممكن نلجا للشعب ونروح للشعب ونقول له لو سمحت ابعت لنا ناس من عندك علشان يساندوا قواتنا في المعركه بتاعه التل الكبير، ولكن ده ما حصلش. قال لك الظروف الدوليه في عام 1882 لم تكن في صالح الحركات الوطنيه. مستر، السؤال اللي بعده هيجي يقول لك: بما تفسر توسعت بريطانيا في زراعه القطن في مصر؟ ليه بريطانيا توسعت في زراعه القطن في مصر؟ لتوفير الماده الخام اللازمه لمصانع بريطانيا. هم ليه يا مستر بيزرعوا قطن ياما قوي في مصر؟ هقول له لتوفير الماده الخام اللازمه للمصانع البريطانيه. السؤال اللي بعده: ايه اسباب اتصال مصطفى كامل بالقوى الدوليه؟ ليه مصطفى كامل عايز يتصل بالقوى الدوليه؟ هقول له لتعريفها بحق مصر في الاستقلال ورفض الاحتلال. كان عايز يوصل لها ان مصر عندها حق في رفض في تحقيق الاستقلال وكمان رفض الاحتلال. طب لو قال لي بما تفسر انشأ محمد فريد مدارس الشعب الليليه جميل؟ ليه محمد فريد بتاعنا يا شباب هينشئ مدارس الشعب الليليه؟ هقول لك والله لتعليم العمال والفقراء مجانا. الراجل ده عمل كده علشان يعلم العمال والفقراء كاملا بالمجان. طب السؤال اللي بعده: بما تفسر تخلي فرنسا عن مساندة مصطفى كامل؟ ليه فرنسا بتاعتنا تتخلى عن مساندة مصطفى كامل؟ هقول له انا بسبب عقد الاتفاق الودي مع انجلترا الذي نص على انفراد انجلترا بحكم مصر مقابل انفراد فرنسا بحكم مراكش اللي هي المغرب حاليا. طب مستر، عندي سؤال تاني بيقول لي: بما تفسر استقالة المعتمد البريطاني اللورد كرومر؟ هو ليه يا مستر اللورد كرومر استقال؟ اقول له بسبب استغلال مصطفى كامل حادثة دنشواي للتنديد بظلم الاحتلال البريطاني وكمان للتنديد بسياسته القمعية. جميل يا قلبي. لو جه كلمنا تاني وقال لك: قول لي بما تفسر فشل مد امتياز قناة السويس؟ يبقى فشل مد امتياز قناة السويس 40 سنة أخرى أو نتيجة معارضة مصطفى كامل أو محمد فريد لمد امتياز قناة السويس؟ هقول له والله أدى ذلك أو بسبب نجاح محمد فريد بتأييد من الرأي العام في إجبار الحكومة المصرية. خلي بالك من الحتة دي ولا مهمة جدا. قال لي إجبار الجمعية على دعوة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية لمناقشة طلب الشركة، مما أدى لرفض الحكومة المصرية طلب الشركة. مستر، بما تفسر ليه تم نفي سعد زغلول ورفاقه؟ يبقى لو قال لي في الامتحان بما تفسر يا جميل نفي سعد زغلول ورفاقه إلى جزيرة مالطا للمرة الأولى في مارس 1919. هقول له بسبب قيام الوفد المصري بجمع التوكيلات من الأمة، عشان كده نفوهم لمالطا للسعي نحو الاستقلال، فأصبح سعد زغلول يمثل الأمة، ورفضت سلطات الاحتلال مطالب الوفد اللي هو سعد وزمايله. عندي بقى كذا سؤال كلهم إجابتهم واحدة. أول سؤال فيهم يا قلبي بيقول لك: بما تفسر فشل مهمة الوفد المصري في باريس؟ أو دلل وجد سعد زغلول ورفاقه أبواب مؤتمر الصلح موصدة في وجوههم، أو
بما تفسر خيابة مؤتمر الصلح أمام المصريين في الاستقلال. أو صدم أعضاء الوفد المصري بباريس. أو ممكن يجي لك بصيغة تانية، لم يلتزم ويلسون بمبدأ حق تقرير الشعوب ومصيرها. أو ممكن صيغة ثالثة، لم تطبق الدول الكبرى المجتمعة في مؤتمر الصلح مبدأ حق تقرير المصير. كل ده هتقول لي عليه إجابة واحدة بس يا بطل، وهي بسبب اعتراف الدول الموجودة بالمؤتمر والرئيس الأمريكي ويلسون بالحماية البريطانية على مصر. الله ينور عليك يا جميل. دخلنا بقى قلبي على الفكرة اللي بعدها. يبقى أنا كده عرفت إن ممكن السؤال ما يجيليش بصيغة واحدة، ممكن يجيلي بعدة صيغ. طيب مستر، هيجي يقول لك بما تفسر مجيء لجنة ميلنر إلى مصر وحدوث مفاوضات بين مصر وبريطانيا في ديسمبر. ليه ميلنر جاي؟ على فكرة يا قلبي، ميلنر ده خلي بالك منه، الراجل ده أعمله لك هنا عشان تشوفه عندك. ميلنر ده كان بيشتغل وزير المستعمرات. ميلنر كان وزير المستعمرات. بريطانيا بعتته ليه بقى؟ قال لك بعتته مصر ليقنع الشعب المصري بقبول الحماية البريطانية على مصر. بس خد المفاجأة بقى، رفض الشعب المصري، وده سؤال بما تفسر، رفض الشعب المصري التفاوض مع لجنة ميلنر. ليه ما رضاش يتفاوض مع ميلنر اللي هو أصلا بيشتغل وزير مستعمرات؟ ليه يا مستر؟ ليه الراجل بتاع وزير المستعمرات ده ما بدناش نقعد معاه؟ قال لك بكل بساطة، لأن التفاوض معها يعني التنازل عن الوكالة التي أعطاها الشعب للوفد اللي هو سعد زغلول. خش على بعضه. بما تفسر استقالة وزارة سعد باشا زغلول. هي ليه وزارة سعد استقالت يا مستر، مع ان ده كان حلم المصريين قبل ما يكون حلم لسعد؟ قال لك والله استقالت وزارة سعد بسبب رفض المطالب التي جاء بها الانذار الذي ارسله المندوب السامي البريطاني اللورد الليمبي في 22 نوفمبر 1924، ومنها سحب الجيش المصري من السودان. يا قلبي، سعد استقال بسبب ان سعد رفض انذار اللورد ميلنر، وقال له انا مش هسحب الجيش المصري من السودان ويدي استقالتي اعتراضا على هذه المطالب. مستر، بما تفسر عارض الشعب المصري. ليه يا مستر بقى الشعب المصري بتاعنا عارض دستور 1930؟ بص يا حبيبي، هقول له لانه اقدر سلطه الامه وحقوقها في مواضع كثيره، واعطى الملك مزيدا من السلطات. والله اعطى الملك سلطه واسعه واقدر السلطه بتاعتنا، عشان كده الشعب المصري عمل ضده ثورات. السؤال اللي بعده، بما تفسر تعدد الاحزاب بعد دستور 1923 يؤدي الى اسراء الحياه النيابيه. لم يؤدي. ليه؟ بالرغم ان تعدد الاحزاب ده حاجه حلوه، المفروض ان الحياه تبقى تمام، بس ده لم يؤدي لذلك. قال لك بمنتهى البساطه، لانها كانت اداه في يد القصر الملكي وبريطانيا لتحقيق مصالحهم دون النظر لمصالح الشعب. مستر، احنا كده شغالين على سلسله بما تفسر ومكملين يا قلبي. هيجي يسالك سؤال ويقول لك بما تفسر لم تحقق، نقول تاني يا قلبي، لم تحقق. بما تفسر لم يحقق تصريح 28 فبراير 1922 للمصريين امانيهم في الاستقلال. او صيغه تانية، بما تفسر هذا تصريح 28 فبراير لمصر استقلالا ناقصا او سوريا. انا اقول له بقى اللي انا مذاكره من التصريح وكنا حافظينه كده والله. تصريح 28 فبراير 1922 اعتراف بمصر دولة مستقلة، إنهاء الحماية البريطانية وإلغاء الأحكام العرفية مع وجود 4 تحفظات، وهي تأمين مواصلات والدفاع عن البلاد ضد أي تدخلات وحماية المصالح وحماية أقليات واستمرار الحكم الثنائي في السودان. شفت ال4 تحفظات دول هم اللي هيخلوا استقلالنا ناقص أو سوري. الله اكبر على الناس اللي حافظه، الله اكبر عليكم يا شباب، في حته ثانيه والله. يلا بينا يلا بينا. لو قال لي بما تفسر ليه ما حققش املنا او ليه اعطانا استقلال ناقص، اولا لان بريطانيا احتفظت بعده امور معروفه، وهي التحفظات ال4، ومنها تامين المواصلات البريطانيه في مصر، يبقى لازم يسيب جنود عندنا في مصر، كده مش استقلال. الدفاع عن مصر ضد اي اعتداء او تدخل اجنبي، وبرضه هيسيب لي جنود في مصر، يبقى مش استقلال. حمايه المصالح الاجنبيه والاقليات في مصر، برضه مش استقلال. استمرار أوضاع السودان على ما كانت عليه وقت اتفاقية الحكم الثنائي للسودان 1879. يعني معنى كلامنا يا شباب إن التحفظات دي خلت استقلالنا ناقص. خش على السؤال اللي بعده. هيجي يسألك سؤال ويقول لك بما تفسر قام الملك فؤاد بإعادته دستور 1923. ليه الملك رجع دستور 23؟
هقول له بسبب معارضه الشعب المصري لدستور 1930 وقيام الشعب بالعديد من المظاهرات لالغائه فلغاه ورجع ل 23. بما تفسر حدوث خلاف بين حكومة مصر وبريطانيا عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية، أو تغيرت الأوضاع الدولية بين مصر وبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. الإجابة هتبقى يا شباب بسبب إصرار إنجلترا أن تعلن الحرب على دول المحور. مصر والحكومة المصرية كانت ترفض ذلك لاتباعها سياسة تجنب ويلات الحرب. مستر آخر سؤال عندنا بيقول لي بما تفسر عقد معاهدة 1936. قول لي يا مستر إن بما تفسر ليه مصر أو ليه تم عقد اتفاقية 36؟ هقول له والله لتخوف بريطانيا من قيام المصريين بثورة جديدة في الوقت التي ستخوض فيه بريطانيا حربا عالمية جديدة. خد بالك بريطانيا هتعمل حرب عالمية جديدة، وكانت مصر أو كانت بريطانيا خايفة من قيام المصريين بثورة. كده يا قلبي احنا خلصنا كل افكار بما تفسر. خد بالك ان سبت سؤال سبت جزء من الدرس، لاني خلي بالك وانا بنعمل لك المذكره بكل الحب وكل الود غطينا لك كل اجزاء المنهج عن طريق الاسئله. اوعى تسيب سؤال. خش على السؤال اللي بعده يا قلبي. الراجل قال لك دلل تاريخيا على صحه كل مما ياتي. الراجل قال لك هيقول لك توقفت. ثواني يا شباب نمسح لك الكلام ده. بص بقى يا جميل، الراجل قال لك توقفت في عهد عباس حركة النهضة التي ظهرت في عهد محمد علي. أقول له أنا بمنتهى البساطة حيث أغلق معظم المدارس، أغلق معظم المصانع، خفض ترسانة بحرية، عطل ترسانة بحرية، خفض حجم الجيش. كنا حافظينها كده يا قلبي. إيه السؤال اللي بعده؟ هيجي يقول لك يا قلبي دلل ازدهار أو ممكن بما تفسر تقدم النقل والمواصلات في مصر في عهد محمد علي. قول لي محمد علي بقى يا بطل ليه كان عمالي ان هو يهتم بالنقل والمواصلات؟ اقول لك والله يا قلبي لانه مهد وامن الطرق البريه والبحريه. الراجل ده مهد وامن الطرق البريه والبحريه. قال لك وبناء اسطولين في البحر الاحمر والمتوسط. الراجل ده كان ليه بيهتم بالنقل والمواصلات؟ عشان يمهد ويامن الطرق البريه والبحريه عن طريق ايه بقى؟ بناء اسطولين في البحر المتوسط الاحمر والمتوسط. حفر الترع واهتم بالموانئ المصريه، طهر البحر الاحمر من خطر القراصنه. سيبك بقى من السؤال ده وتعالى ناخد السؤال بتاع خلفاء محمد علي. الراجل قال لك ده اللي لم يكن خلفاء محمد علي على نفس شاكلته يعني ايه؟ شخصيته من حيث القول والوعي. هقول له والله بنص الكتاب بقى لم ولم وماله. يبقى نقول تاني يا شباب لم ولم وماله. يبقى لم يثبته كفاءه في حكم البلاد. ادي لم وادي لم، وممكن اقول له ترجحه يعني ماله. فاقول له يا شباب اقول له لم يثبتوا كفاءه في حكم البلاد، لم يمتلكوا الكفاءه اللازمه لمواجهه الموجه الغربيه، وقال لي بعد كده افلتت زمام الامور من يدهم. يعني باللغه العاميه لم يستطيع احد منهم مواجهه القوى الغربيه. ومالوا او ترجحوا في ابداء مظاهر الميل لكل من انجلترا وفرنسا والدوله العثمانيه على حساب مصر واستقلالها. طيب مستر السؤال اللي بعده هيجي يقول لي دلل يعد عهد سعيد باشا بدايه للازمه الماليه. هل يا مستر فعلا عهد سعيد باشا ده بدايه للازمه الماليه؟ اقول له صح. ليه او ازاي؟ حيث اعتمد على رؤوس الاموال الاجنبيه فاستدان من بيوت المال الاوروبيه، وعقد اول قرض مع احد البنوك البريطانيه، واندفع في طلب الاستدانات ولجأ للاستدانه من المرابين مقابل سندات على حساب الخزانه المصريه. وانا وانت كنا حافظينها كده في الدرس يا شباب وبنقوله ده الليل بدا سعيد الازمه الماليه. اقول له حيث انه اعتمد على رؤوس الاموال الاجنبيه فاستدان من بيوت المال الاوروبيه، عقد اول قرض من احد البنوك البريطاني 1862 واستدان من المرابين مقابل سندات على حساب الخزانه المصريه. عظمه جميل. خش على السؤال اللي بعده يا قلبي. الراجل جه قال لك هيجي يقول لنا بقى يا شباب دلل يعتبر عهد اسماعيل بداية تاريخ المؤسسات النيابية في مصر الحديثة. هل فعلا يا مستر عهد سعيد ده كان بداية تاريخ أو عهد اسماعيل بداية تاريخ المؤسسات؟ أقول له صح. أو ممكن يجيب لك السؤال بصيغة تانية،
قال لك يعتبر عهد اسماعيل بدايه الاصلاح النيابي في مصر. اقول انا بقى حيث انه انشا هيئات شبه نيابيه زي مجلس شورى النواب الذي يعد بدايه تاريخ المؤسسات النيابيه في مصر الحديثه، وانشاء نظام الوزاره المسؤوله، ووضع اول دستور في مصر وعرف باللائحه الاساسيه، وده بهدف اقامه حياه دستوريه سليمه. الراجل ده عمل مجلس شورى النواب، اول خطوه في حياه مصر الدستوريه. الراجل ده جعل الوزاره مسؤوله امام مجلس النواب. الراجل ده عمل اول قانون او اول دستور في البلد. مستر هيجي يقول لي دلل. تعددت محاولات الاطاحه بوزاره البارودي. هنا بقى سؤال محترم قوي قوي قوي. ايه المحاوله اللي كانت عايزه تسقط وزاره البارودي؟ اقول له انا بقى حيث قام الضباط الشراقسه بالتآمر لاغتيال عرابي والضباط الوطنيين للاطاحه بوزاره محمود سامي البارودي، ودي كانت اول محاوله. تاني محاوله ارسال انجلترا وفرنسا المذكره المشتركه الثانيه، وكان من مطالبها اقاله وزاره البارودي. دي كده تاني محاوله يا شباب. يبقى انا كده اطاعه البارودي عندها محاولتين. وزاره البارودي اول محاوله خدناها، ودي الثانيه قلبي. السؤال اللي بعده هيجي يقول لك دلل. خالفت بريطانيا قرارات مؤتمر الاستانه. هل بريطانيا هتخالف قرارات مؤتمر الاستانه؟ اقول له حيث كان من قرارات المؤتمر عدم تدخل اي من الدول الاجنبيه منفرده تجاه المساله المصريه، ولكن بريطانيا قامت بضرب اسكندريه بالقنابل تمهيدا لاحتلال مصر وتم احتلالها في سبتمبر 1882. العلاقه بين قناه السويس وبين الازمه الماليه. اول سؤال يجي لك بصيغه تدلل. تعتبر قناه السويس احدى عوامل الازمه الماليه في مصر؟ فالاجابتين يا قلبي هيكونوا واحد. اقام اسماعيل العديد من الحفلات لافتتاح قناه السويس، ودعا اليها ملوك اوروبا، وانفق ببذخ على هذه الاحتفالات، مما ادى لازدياد حده الازمه الماليه. الراجل ما كانش عنده فلوس وكان بيعمل حفلات وينفق ببذخ. الله ينور علينا يا شباب. عندي سؤال ينفع يجي مال علاقه وينفع يجي دلل. السؤال بيقول لي لو جه في صيغه مال علاقه، ما العلاقه بين السلطان العثماني وفشل الثوره العربيه او نجاح الاحتلال الانجليزي في احتلال مصر؟ وممكن يجي في صيغه دلل. السلطان العثماني عامل من عوامل فشل الثوره العربيه او نتائج اصدار السلطان العثماني منشور عثمان احمد عرابي. انا اقول في كل الحالات دي بقى اصدار السلطان العثماني منشور بعصيان احمد عرابي مما اضعف الروح المعنويه للجنود المصريين، مما كان سببا في هزيمتهم في معركة التل الكبير، وكان لذلك سببا في فشل الثورة العربية. خش على السؤال اللي بعده. هيجي يقول لك يا جميل فرضت بريطانيا سياسة تخدم مصالحها. ايه السياسة اللي فرضتها بريطانيا على مصر وبتخدم مصالحها؟ اقول له حيث توسعت في زراعة القطن لتوفير المواد الخام للمصانع البريطانية، ومحاربة الصناعة المصرية بتسويق المنتجات البريطانيه والاجنبيه في مصر. يبقى انا كده مستر عرفت القصه بتاعتي ماشيه ازاي وماشي عليها خطوه خطوه. طيب مكملين لسه يا شباب في سلسله دلل. الراجل هيقول لك عده اسئله بعده صيغ ليها اجابه واحده. خد عندك بقى. واحد هيجي يقول لي دلل. اتخذ الخديوي توفيق سياسه ادت لزياده التدخل الاجنبي. او دلل خضع توفيق منذ بدايه حكمه للاجانب. او دلل عمل توفيق على الرضوخ. وكلمة الرضوخ يا شباب اوعى تنساها، الطاعة. الرضوخ للنفوذ الأجنبي حتى يحافظ على عرشه. احتفاظ الخديوي توفيق بالعرش يفوق اهتمامه باستقلال مصر. أدت سياسة التي تبعها الخديوي توفيق إلى زيادة التدخل الأجنبي في شؤون البلاد. كل ده ليه إجابة واحدة. حيث أنه يا مستر أقول له حيث أنه أعاد نظام المراقبة الثنائية ورفض اللائحة الأساسية لمجلس النواب، ووضع نفسه تحت حماية إنجلترا وفرنسا بإسناد الوزارة لرياض باشا. مستر هيجي يقول لي دلل. عملت بريطانيا على إخضاعاف الجيش المصري بعد احتلالها لمصر. أقول له أنا بمنتهى البساطة حيث تم إنشاء جيش مصري قليل العدد 6000 جندي يتولى قيادته ضباط انجليز، ومهمته اقرار وحفظ النظام. السؤال اللي بعده هيجي يقول لك دلل. يعتبر الاتفاق الودي عام 1904 ضربة قوية للحركة الوطنية. اقول له حصل ازاي يا مستر؟ اقول له حيث تخلت فرنسا عن مساندة مصطفى كامل بعد عقد الاتفاق الودي، حيث نص على انفراد انجلترا بمصر مقابل انفراد فرنسا بمراكش اللي هي المغرب. السؤال اللي بعده
هيجي يسألك يا قلبي ويقول لك تولى محمد فريد رئاسة الحزب الوطني في ظروف صعبة. الراجل بيقول لك خلي بالك محمد فريد ده تولى رئاسة الحزب الوطني في ظروف صعبة. أقول له أنا حيث تحول الخديوي عباس حلمي الثاني عن مساندة الحركة الوطنية إلى موالاة الإنجليز واتجاه محمد فريد إلى الجهاد ضد الخديوي عباس حلمي الثاني والاحتلال البريطاني. ودي كانت ظروف صعبة عليه. ليه صعبة عليه؟ لأن هو كان بيكافح ضد اتنين مش ضد واحد. هيقول لي دلل. أكدت ثورة 1919 على الوحدة الوطنية. دلل كانت ثورة 1919 ثورة شعبية شاملة. السؤالين إجابتهم حاجة واحدة، حيث امتدت الثورة من القاهرة إلى كافة المدن والأقاليم المصرية واشترك فيها جميع فئات المجتمع وعناصر الشعب، سواء كنا مسلمين أو كنا مسيحيين، سواء كان الرجل أو كانت المرأة. مستر هيجي يقول لي دلل كانت بريطانيا سببا في إجراء تعديلات وزارية تشكيل حكومات، أو دلل تدخلت بريطانيا في شؤون مصر في الربع الثاني من القرن العشرين، ربع تاني من القرن العشرين، أو دلل أثبتت حادثة 4 فبراير الزيف المعاهدات 1936. خلي بالك من الصيغة دي عشان لو جت في ناس أقسم بالله هتنهار. ده كده سؤال لو جه معظم الطلبة انهيار. ازاي هتتدخل بريطانيا في شؤون مصر في الربع الثاني من القرن العشرين؟ هقول انا بمنتهى البساطة، حيث كانت بريطانيا تسعى لتعيين وزارة برئاسة أو تكوين وزارة برئاسة مصطفى النحاس، وبسبب مماطلة الملك فاروق في الاستجابة لمطالبها قامت بريطانيا بمحاصرة قصر عابدين بالدبابات وهددت بخلع الملك فاروق، فاستجاب وعرض على مصطفى النحاس تشكيل وزارة فوافق مصطفى النحاس. طب تمام، مكملين مع بعض يا شباب. هيجي يسألك سؤال ويقول لك دلل عمل محمد فريد على معالجة أو تصحيح أخطاء أو سلبيات الاحتلال البريطاني في مصر. يلا نجاوب على السؤال ده يا شباب. يلا بينا مستر. قول لي بقى يعالج سلبياته ازاي؟ أقول له واحد، حيث أنه دعا إلى إنشاء مدارس الشعب الليلية لعلاج الفقراء والعمال بالمجان. وده طبعا لان الاحتلال جعل مصروفات التعليم مرتفعه، فالراجل ده كده يعتبر عالج القصه بتاعتنا دي يا شباب. الله ينور علينا. ممكن بقى مستر نخش على اسئله ما النتائج. اول سؤال ممكن يواجهني هيقول لك يا قلبي ما نتائج توجيه اسماعيل عده حملات حربيه الى الاقاليم الاستوائيه في افريقيا؟ هقول له انا وصول النفوذ مصر الى ساحل البحر الاحمر بالكامل. هتصل نفوذ مصر الى ساحل البحر الاحمر بكامله. قال لك لو قال لك ما النتائج المترتبه على توجيه الحركه الوطنيه انتقادات للوزاره المختلطه، اقول له وانا مغمض قام الخديوي توفيق باقصاء الوزيرين الاجنبيين. لا يا شباب، هنا بقى هنبقى فيها معلش تعديل صغنطط. شيل الخديوي توفيق واكتب اسماعيل. يبقى اقول له قام الخديوي اسماعيل، هقول له قام الخديوي اسماعيل باقصاء الوزيرين الاجنبيين عن الوزاره واصدر مرسوم ابريل 1879 بتسويه الدين طبقا لما قررته اللائحه الوطنيه من نتائج. يبقى هيقول تاني يا شباب، قول لي كده النتيجه المترتبه على توجيه الحركه الوطنيه انتقادات للوزاره المختلطه. قام الخديوي اسماعيل باقصاء الوزيرين الاجنبيين واصدر مرسوم ابريل 1879 الذي ينص على تسويه الدين طبقا لما قررته اللائحه الاساسيه. طب ما تقول لي يا مستر ايه النتيجه المترتبه على اللي عمله الخديوي بتاعنا؟ اقول لك النتيجه المترتبه، هقول له تدخل حكومه بريطانيا وفرنسا بالضغط على السلطان العثماني واصدار فرمان يونيو 1879 بعزل اسماعيل وتوليه ابنه توفيق. عندي سؤال تاني في النص كده عايزين نخلي بالنا منه يا شباب. ايه نتائج القبض على احمد عرابي وتقديمه للمحاكمه في منتصف يناير 1881؟ عدله بقى عشان ده مش متبروز وليه رأس سؤال، اعمله زي كده. هقول له ادى ذلك الى تحرك رجال الجيش الى قصر النيل وتم اخراج احمد عرابي وزملائه بالقوه. في سؤال ممكن يجي لي في صيغه ما النتائج وممكن يجي لنا يا شباب في صيغه دلل. ايه السؤال ده؟ اول سؤال،
ما النتائج المترتبة على حادثة قصر النيل منتصف يناير 81؟ أو ممكن يجي بصيغة تدلل. كانت حادثة قصر النيل أولى خطوات لتمكين العربيين من السيطرة على الجيش. سواء السؤال جه بالصيغة دي أو بالصيغة دلل دي، هقول له إما حيث لو دلل إما أدى ذلك إلى استجابة الخديوي توفيق لمطالبهم وعزل عثمان رفقي وعين محمود سامي البارودي. مستر، إيه النتيجة المترتبة على؟ هاجي اقول لك ما النتائج المترتبه على مظاهره عابدين 9 سبتمبر 1881. هقول له او ما موقف الخديوي من مطالب الامه. هقول له والله النتيجه او موقف الخديوي: اضطر الخديوي ان يوافق على مطالب الامه، حيث قام بعزل وزاره رياض باشا واسند امر تشكيل الوزاره الى شريف باشا. يبقى عزل رياض باشا وعين، الله ينور يا قلبي، عين شريف باشا. خلي بالك بقى من القصه دي. مستر، ايه النتيجة المترتبة على إصرار مجلس النواب؟ نقول تاني. ايه النتيجة المترتبة على إصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية؟ أقول له أنا: استقالة وزارة شريف وتشكيل وزارة البارودي. خد بالك شريف قدم استقالته. ليه؟ عشان المجلس عايز يناقش الميزانية. طب وشريف مش عاوز يناقش الميزانية. هيجي يسألني سؤال ويقول لي: ما النتائج المترتبة على مؤامرة الضباط الشراكسة؟ أقول له والله تم اكتشاف المؤامرة ومحاكمة المشتركين فيها والحكم عليهم بالنفي إلى أقاصي السودان، ولكن رفض الخديوي توفيق التصديق على الحكم، مما أدى إلى زيادة التوتر بين الوزارة البارودي والخديوي توفيق، وده طبعا هيخلي إن المذكرة المشتركة الثانية تتبعت. مستر، إيه النتيجة المترتبة على اتهام؟ ما النتائج المترتبة على اتهام عرابي لتوفيق بمحاباة البريطانيين؟ هقول له أنا بمنتهى البساطة: إصدار الخديوي توفيق أمر بعزله من وزارة الحربية وحذر المصريين من الانضمام له. نتيجة إن عرابي قال للخديوي توفيق إن أنت راجل ظالم ومتحالف مع الاحتلال، قام بإصدار أمر بعزله، وكمان قام يا قلبي بتحذير المصريين من الانضمام له. مستر، ايه النتيجة المترتبة على نتائج معركة كفر الدوار؟ اقول له تمكن العربيين من صد هجمات القوات البريطانية، وتحركت القوات البريطانية الى منطقة قناة السويس لانها اتهزمت في منطقة، الله ينور عليك يا حبيبي، في منطقة كفر الدوار. بص بقى يا جميل، هيجي اقول لك ما النتائج المترتبة على ايه بقى النتيجة المترتبة على صد قيام عرابي بصد هجمات الانجليز بكفر الدوار؟ هقول له ادى ذلك الى تحرك قوات الانجليز الى قناة السويس واجتاحوها ووصلوا الى مدينة الاسماعيلية. في سؤال ممكن يجي لي في صيغة ما العلاقة او صيغة ما النتائج. ما العلاقة بين قناة السويس واحتلال بريطانيا لمصر، او ديليسيبس واحتلال بريطانيا لمصر؟ او هيجي لك ما النتائج المترتبة على خيانة ديليسيبس العرابي بالنسبة لامر القناة، او دلل تواطأت إدارة شبكة قناة السويس مع الاحتلال البريطاني، وانحياز ديليسيبس لبريطانيا كان سببا في فشل الثورة العربية ونجاح الاحتلال البريطاني. شفتوا كل ده؟ كل الصيغ بتاعت الأسئلة دي هتحكي له الموقف ده، هو ده الإجابة. إيه الموقف بقى؟ أقول له حيث على الرغم من تأكيد ديليسيبس حيادية القناة، ولكن اجتاحت السفن البريطانية القناة دون مراعاة لوضعها بالنسبة للملاحة الدولية، ووصلت القوات البريطانية للإسماعيلية والقصاصين وهزيمة القوات المصرية في التل الكبير، ووصلت القوات البريطانية للقاهرة واحتلتها، وكل ده بسبب خيانة فرديناند ديليسيبس أو تحالف إدارة شبكة قناة السويس مع القوات البريطانية. هيجي يسألني سؤال تاني ويقول لي ما النتائج المترتبة على النتيجة المترتبة على إصدار السلطان منشور بعصيان عرابي؟ هقول له انا بمنتهى البساطه: اضعاف الروح المعنويه للمقاتلين المصريين. هنا بقى هنضعف الروح المعنويه للمقاتلين المصريين. بعد كده كانت سببا في هزيمتهم بمعركه التل الكبير وفشل الثوره العربيه. مستر، قال لي ما النتائج المترتبه على معركه التل الكبير 1882؟ هقول له انا: هزيمة الجيش المصري على الرغم من المقاومة الباسلة واتجاه القوات البريطانية لاحتلالها، ده كان عام 1882. ايه النتيجة السياسية؟ ايه نتائج السياسة الاقتصادية للإنجليز في مصر؟ أقول لك يا سيدي إن نتائج السياسة الاقتصادية للإنجليز في مصر: ظهرت طبقة من كبار ملاك الأراضي وعمال الصناعة، واستفادت من هذه السياسة وارتبط نموها الاقتصادي باستمرار وبقاء الاحتلال.
ودول اللي اسمهم طبقه الاعيان، كبار ملاك الاراضي وعمال الصناعه، ودول كان من مصلحتهم استمرار الاحتلال. ممكن سؤال يجي لي على شكل ما العلاقه بين مصطفى كامل وبين استقاله اللورد كرومر، او ما العلاقه بين حادثه دنشواي واستقاله اللورد كرومر، او ما النتائج المترتبه على حادثه دنشواي. اقول له من نتائج حادثه دنشواي استغلها مصطفى كامل للتنديد بالاحتلال البريطاني وسياسته القمعيه التي ادت الى استقاله اللورد كرومر في مصر. مستر هيجي يسالك سؤال تاني ويقول لك ايه نتائج ثوره 1919 بقى؟ ايه النتيجه المترتبه على ثوره 1919؟ او ممكن السؤال يجي يقول لك دلل انزعجت الحكومه البريطانيه من الاوضاع التي ترتبت عليها سياستها. اقول له يا بطل الابطال هتقول لي قامت بريطانيا عملت ايه بقى؟ النتيجه مترتبه. قامت بريطانيا بتعيين الجنرال الليمبي مندوبا ساميا بريطانيا في مصر بدلا من السير وينجت، والافراج عن سعد زغلول ورفاقه والسماح لهم بالسفر الى باريس لعرض قضيه استقلال مصر على مؤتمر الصلح. كان عندي شويه مفاوضات انا وانت طبعا عارفينهم، فالراجل بيقول لك ما النتائج المترتبه على مفاوضات عدلي ياكن وكيفزون؟ هقول له فشلت المفاوضات مما ادى لاستقاله وزاره عدلي ياكن، بعد كده رفض رجال السياسه تشكيل وزراء اصلا، بعد كده القبض على سعد وزملائه ونفيهم من المره الثانيه لجزيره سيشل، وده ادى الى تجدد الثورات مره اخرى كمان. وطبعا هيقاطع الشعب المصري البضائع الانجليزيه علشان يضطروا ان هم يفرجوا عن سعد زغلول. يبقى اقول له قاطع المصريين البضائع الانجليزيه مما اضطرت القوات البريطانيه الافراج عن سعد باشا زغلول. كده بطل الابطال يبقى انت بتاخد الافكار بتاعتك وبتراجعها. افرض يا مستر انا مذاكر الدروس دي مش شرح، اقول لك جميل يا قلبي ده انت عظمه جدا. طب يا مستر لا قدر الله لا قدر الله لقيت سؤال 2 3 4 10 مش عارفهم، اكد على معلوماتك وذاكرها كويس جدا، وبعد كده اللي انت مش عارفه خده بقى على جنب واحفظه. طيب مستر لو جه سالني وقال لي ما نتائج القبض على سعد زغلول وزملائه للمره الثانيه ونفيه الى جزيره سيشل؟ هقول لك يا قلبي أدى ذلك إلى تجدد الثورات المصريين مرة أخرى، وقاطع المصريين البضائع الإنجليزية مما اضطرت بريطانيا للإفراج عن سعد زغلول. ما النتائج المترتبة على معارضة الشعب المصري لدستور 1930؟ إيه النتيجة المترتبة على إن الشعب المصري عارض دستور 30؟ هقول له والله أدى ذلك إلى أن اضطر الملك فؤاد للرضوخ لمطالب الأمة وإعادة دستور 1923. هرجع لدستور 1923. هيجي ثاني سؤال تاني ويقول لي ما النتائج المترتبة على معاهدة 36؟ أو ده اللي حققت معاهدة 36 مكاسب لمصر. قول لي بقى يا بطل النتيجة. 1. انتهاء احتلال مصر عسكريا. 2. انضمام مصر إلى عضوية عصبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة ذات السيادة. 3. إلغاء الامتيازات الأجنبية وفقا لمؤتمر مونترو 1937 ممتاز. تقوية الجيش المصري لكي يتمكن من الدفاع عن القاهرة بمفرده وبالتالي ترحل القوات البريطانية عن مصر. بعد كده حرية مصر في عقد أي معاهدات سياسية مع الدول الأجنبية بشرط عدم تعارضها مع المعاهدة وعودة الجيش المصري للسودان واعتراف بريطانيا بالإدارة المشتركة في السودان. ودي كانت نتائج معاهدة 1936. وبالمناسبة المعاهدة مهمة جدا جدا، لازم يجي بما تفسر أو من نتائج أو حتى يجي لك بعض المقارنة بينها وبين أي معاهدة تانية زي معاهدة العريش أو حتى تصريح 28 فبراير. السؤال اللي بعده هيجي يقول لك ما النتائج المترتبة على مؤتمر الأستانا؟ أقول له أنا والله النتائج المترتبة على مؤتمر الأستانا قرر أعضاء المؤتمر أن ترسل تركيا قوة لإعادة الأمن والنظام وعدم تدخل أي دولة أجنبية منفردة تجاه المسألة المصرية. باللغة العامية مؤتمر الأستانا كان عليه نتيجة. هم أصلا ليه عملوه؟ لو سألك عليه بما تفسر عقد مؤتمر الأستانا هتقول له للنظر في المسألة المصرية. هم عملوا المؤتمر عشان ينظروا في المسألة. امال ايه النتيجة؟ اقول له النتيجة والله قرر اعضاء المؤتمر ان ترسل تركيا قوة عسكرية لاعادة الامن والنظام في مصر وعدم تدخل اي دولة اجنبية منفردة بالمسألة المصرية. ايه النتيجة المترتبة على مؤتمر مونترو؟ هقول له الغاء الامتيازات الاجنبية.
النتيجة المترتبة على إلغاء مصطفى النحاس معاهدة 36. تعالى يا قلبي هقول لك بقى. أطلق الحرية للشعب المصري في النضال المسلح ضد القوات البريطانية في القناة، وقامت جماعات الفدائيين بمهاجمة معسكرات الاحتلال البريطاني. خد بالك بقى، لما لغينا معاهدة 36 اطلاق الحرية للشعب للنضال المسلح، سيبنا الحرية في ايد الشعب عشان تعمل نضال مسلح ضد القوات البريطانية في القناة، وقامت جماعة الفدائيين بمهاجمة المعسكرات البريطانية، وعمدت الحكومة المصرية على زيادة عدد جنود الشرطة لمساعدة الفدائيين. نيجي بقى لسؤال من هو يا شباب. جبت لك كل حاجة عملها عباس الأول بطريقة الأسئلة، وبعده هيبقى أي حاجة عملها سعيد بطريقة الأسئلة، وبعده هيبقى إسماعيل، وبعده هيبقى الشخصيات اللي بتظهر عندنا، فخلي بالك منها. هيجي ممكن لو جه قال لي بقى، لو جه قال لك من هو أصلح الطريق البري بين القاهرة والسويس، سيادتك هتقول له بمنتهى البساطة عباس باشا الأول. نقول تاني، هنقول له عباس باشا إيه الأول. لو جه كلمني وقال لي بدأ أو شرع في إنشاء أول خط سكة حديدية بين القاهرة واسكندرية، برضه عباس باشا الأول. هيجي يقول لك توقفت في عهده حركة النهضة التي ظهرت في عهد محمد علي، هنقول أنا وأنت عباس باشا الأول. ولو قال لي تعطلت أعمال الترسانة البحرية وأغلقت معظم المدارس والمصانع، هقول له عباس باشا الأول. يبقى دي كده كل أعمال عباس بس بطريقة الأسئلة. نفس القصة هنكمل عليها يا شباب. قال لك هنخش على الجزء بتاع سعيد باشا. ممكن يجي يكلمني ويقول لك ايه يا قلبي؟ هيقول لك نقول تاني يا حبيب قلبي. الراجل هيجي يكلمنا ويقول لنا حلو ده، اصلح احوال الفلاح واصدر اللائحه السعديه. انا وانتوا واحنا مغمضين سعيد باشا هو اللي عمل كده. بعد كده ممكن يقول لنا جعل الخدمه العسكريه سنه واحده اجباريه للجميع، اقول له سعيد باشا. بعد كده يقول لنا اتم خط السكه الحديد بين القاهره واسكندريه، برضه هيكون سعيد باشا. بعد كده انشا خط سكه حديديه بين القاهره والسويس اللي هو الخط الجديد، اقول له بمنتهى البساطه سعيد باشا. بعد كده فتح باب الترقي للضباط المصريين، هقول له اللي فتح باب الترقي سعيد باشا. بعد كده اغلق ديوان المدارس، برضه هيكون سعيد باشا. وهيقول لي بدأت الأزمة المالية في عهده، هيبقى سعيد باشا. وبعد كده هيقول لنا عقد أول قرض من أحد البنوك البريطانية، هيكون سعيد باشا. ولو قال لك منح ديليسيبس امتياز لحفر قناة السويس، مين اللي عطى ديليسيبس الامتياز؟ سعيد باشا. كده يا قلبي انت بتاخد الأعمال بس بطريقة عكسية، مش هو عمل ايه، لا جايب لك العمل وانت تقول لي العمل ده هو عمله مين اللي عمله، فانت بتقول لي اسم الشخصية اللي عملتها. وزي ما كان عندنا اسئله على عباس وسعيد، عندنا اسئله كتيره جدا على اسماعيل. يعني لو قال لك عاد فتح ديوان المدارس، او اسماعيل عهده من ازهى الفترات تقدما ويمثل عهده اخطر حقبه تعرضت له مصر، اقول له انت كده بتكلمني عن الشخصيه بتاعتنا اللي احنا عارفينها اللي هو هيكون الخديوي اسماعيل. ناخده 2-2 بقى يا قلبي. هيجي يقول لك قال لك هيكون خلاص ده خديوي اسماعيل ادت سياسته الى زياده التدخل الاجنبي في شؤون مصر، او اعتمد في علاقته مع الدوله العثمانيه على تقديم المال والهدايا، فالاثنين هيكونوا الخديوي اسماعيل، هيكون الخديوي اسماعيل. طب لو جه قال لي انشا دار الكتب ودار الرصد، انشا دار الاوبرا المصريه وقصر عابدين، هيكون الخديوي اسماعيل وهيكون الخديوي اسماعيل. طب يا مستر السؤال اللي بعده هيقول لك انشا الجمعيه الجغرافيه ومصلحه المساحه والاحصاء، وانت مغمض هتقول لي الخديوي اسماعيل. هيقول لي وضع اول دستور في مصر، اقول له الخديوي اسماعيل. هيقول لك وصل النفوذ المصري الى ساحل البحر الاحمر بكامله في عهده، اقول له انا الخديوي اسماعيل. مستر الراجل ده جه قال لنا من هو قاد او باعث الحركه الوطنيه في اواخر القرن ال19، والنبي خلي بالك من القرن ال19، هتقول لي مصطفى كامل. هيقول لك اسس جريده اللواء والحزب الوطني، الاثنين مع بعض، هقول له بمنتهى البساطه مصطفى كامل. هيقول لك يا قلبي طالب بانشاء الجامعه المصريه، هتقول لي انت برضه مصطفى كامل.
هيقول لك دعا لرفض اتفاقية الحكم الثنائي في السودان، أو استغل حادثة دنشواي للتنديد بالاحتلال البريطاني، أو تخلت عنه فرنسا بعد الاتفاق الودي. الثلاث جمل دول على طول هيكون مصطفى كامل مصطفى كامل مصطفى كامل. مستر هيجي يقول لي جاهد ضد عباس حلمي الثاني والاحتلال، اقول له الشخصيه بتاعتنا دي هتكون محمد فريد. هيجي يقول لك طالب بانشاء مجلس نيابي، هتقول لي برضه الشخصيه بتاعتي محمد فريد. هيجي يقول لك طالب بانشاء نقابات للعمال، هيجي يقول لك محمد فريد. هتقول لي دعا لإنشاء مدارس الشعب الليلية ودعا لجعل التعليم إلزامي مجاني في المرحلة الابتدائية، هقول لك ده محمد فريد، وده برضه محمد فريد. هيقول لك تصدى لمد امتياز قناة السويس 40 سنة أخرى، أقول لك برضه يا قلبي هيكون محمد فريد. طيب مكملين يا مستر، إيه بقى أهم المعلومات اللي لسه ماشيين عليها؟ بص بقى يا جميل، هنا هيبتدي يقول لك شويه معلومات، المعلومات دي بتيجي اما صح وغلط، او بتيجي سبب ما تحت له خط، او بتيجي حتى اختيارات ويشيل لك كلمه منها. اديني مثلا عشان افهم. بص يا قلبي، يعني الراجل مثلا قال لك جاءت بعثه كيف الى مصر باقتراح او طلب من، وانا مغمض بقى اقول له بعثه كيف دي جت باقتراح من الخديوي واسماعيل، دي بتيجي صح او غلط، هي بتيجي اختيارات. تم تشكيل المراقبة الثنائية ولجنة التحقيق الأوروبية باقتراح من، أقول له الاثنين اللي قال لنا نعملهم الدول الأوروبية. قال لك تصدى العربيون لهجمات القوات البريطانية في معركة كفر الدوار، واتجهوا بعد ذلك، أقول له بعد ما العربيين تصدوا لهجمات القوات البريطانية في معركة كفر الدوار، اتجه البريطانيين إلى قناة السويس. هيجي يقول لي، وده اشهر سؤال بيجي لنا في الامتحانات، استشهد الضابط مين؟ اقول لك الضابط محمد عبيد، وده في معركه التل الكبير. هيجي يقول لك تم نفي زعماء الثوره العربيه، اقول له انا الزعماء اتنفوا لجزيره سيلان، وعلى فكره بالمناسبه دي بالهند المعروفه دلوقتي باسم سريلانكا. قال لك تم نفي سعد زغلول للمره الاولى، اقول له سعد اول مره ينفى جزيره مالطا. هيقول لك تم نفي سعد زغلول للمرة الثانية، تاني مرة سعد اتنفى كان لجزيرة سيشل. هيجي يقول لنا مدينة احتلتها بريطانيا سبتمبر 82، هقول له مدينة القاهرة، خد بالك القاهرة سبتمبر 82. هيجي يقول لك مؤتمر الأستانة عقدوا ممثلو الدول العظمى، ليه عقدوا مؤتمر الأستانة؟ أقول له للنظر في المسألة المصرية. هيجي يقول لك استمرت ايه؟ في حاجة استمرت بعد تطبيق نظام الاحتكار، وكانت حلقة وصل بين الحكومة المصرية وانت مغمض طوائف الحرف. طوائف الحرف بعد الاحتكار فضلت موجودة. الله ينور عليك. السؤال اللي بعده هيجي يقول لنا يا شباب ظهرت طبقة البدو كقوة اجتماعية مستقرة في عهد، اقول له محمد علي، يبقى قوة البدو هيفضلوا في عهد محمد علي. مستر اللائحة السعدية ايه النتيجة مترتبة عليها او بموجبها ايه اللي حصل؟ اصبح الفلاح الحق في توريث الارض الزراعية. يعتبر مجلس شورى النواب، اقول له ده بداية تاريخ المؤسسات النيابية في مصر. ده بداية تاريخ المؤسسات النيابية في مصر. اللي بعده يا مستر، اصبحت السلطه الفعليه في مصر بعد الاحتلال البريطاني في يد، اقول لك اذا اتكلمنا عن السلطه الفعليه يبقى المعتمد البريطاني. هيجي يقول لنا انشا الخديوي او انشا الاحتلال مجالس سوريه في مصر مثل شورى القوانين والجمعيه العموميه والجمعيه التشريعيه. يبقى المجالس دي الثلاثه اوعى تنسى دي مجالس سوريه، يعني مجالس وحياه نيابيه بس مش بشكل حقيقي، دي بشكل سوري. السؤال اللي بعده استفاد الأعيان من سياسة الاحتلال، أقول له صح في مصر، وأقول له خاصة السياسة الاقتصادية. اوعى تنسى يا قلبي السياسة الاقتصادية. السؤال اللي بعده عثماني رفقي، أقول له وزير الحربية بعهد وزارة رياض محمود سامي البارودي، وزير الحربية في عهد وزارة برضه رياض ثم وزارة شريف. اوعى تنسى أحمد عرابي كان وزير الحربية والجهادية او الحربيه والجهاديه، وده في عهد وزاره محمود سامي البارودي. دول كده الثلاث وزراء حربيه اللي ذكروا عندنا في المنهج. عثماني رفقي وزير حربيه في عهد رياض،
لما اتشال جه محمود سامي البارودي في عهد رياض، ثم اتشال رياض فضل محمود سامي البارودي في عهد شريف، واحمد عرابي وزير للحربيه والجهاديه في عهد وزاره محمود سامي البارودي. مستر هيجي يسالك ويقول لك طالبت المذكره المشتركه الثانيه باقاله البارودي، اقول له صح. استقال اللورد كرومر بعد حادثه، اقول له دين شويه. تم تعيين الجنرال الليمبي مندوبا ساميا على مصر بدلا من، اقول له السير وينجت بعد ثوره 19. اعيدت وزاره الخارجيه بناء على تصريح 28 فبراير 1922. اعلن السلطان فؤاد نفسه ملكا على مصر طبقا لتصريح 28 فبراير 1922. انضمت مصر لعصبة الامم طبقا، اقول له لمعاهدة 36. تم الغاء الامتيازات الاجنبية وفقا، اقول له المؤتمر مونترو. عرضت قضية استقلال مصر ووحدة وادي النيل على، اقول له على مجلس الامن ولم يتخذ اي قرار وترك القضية معلقة. خلي بالك من المعلومات دي عشان بتيجي اما صح او غلط، اما اختيارات، اما سبب ما تحتها الخط. مستر طب احنا خلصنا القصة دي، في تاني قال لي في 3 معلومات بس عايزك تعرفهم او معلومتين. ايه هما مستر؟ بص بقى، قال لك 1 عاد الجيش المصري للسودان واعترفت بريطانيا بالإدارة المشتركة، ده وفقا، أقول له المعاهدة 36. كان حريق القاهرة إذنا بانتهاء النظام الملكي. ليه انتهى النظام الملكي؟ أقول له بسبب قيام حريق القاهرة. مستر عندي بقى مقارنات جميلة كده، ممكن ناخده الزراعة في عهد الخديوي سعيد والزراعة في عهد الخديوي إسماعيل، يعني خلفاء محمد علي، نشوف ده عمل إيه في الزراعة وده عمل إيه في الزراعة، ده عمل إيه في الصناعة وده عمل إيه في الصناعة وده عمل إيه في الصناعة. قال لك لو جينا اتكلمنا عن الزراعة في عهد سعيد، فأنا عايزك تعرف إن في علاقة بين اللائحة السعدية وتقدم الزراعة. قال لي في مصر تحسنت أحوال الفلاحين. تحسنت أحوال الفلاحين في عهد سعيد، ليه؟ أقول له لأنه قام بإصدار اللائحة السعدية أغسطس 1858، وبموجبها أصبح للفلاح حق في توريث الأرض الزراعية، وقام بتطهير ترعة المحمودية لتفي بحاجة الري والزراعة. ممكن يسألك على فكرة السؤال ده، ممكن يقول لك بما تفسر هو ليه طهر ترعة المحمودية؟ هقول له أنا لتفي. هقول له يا شباب لتفي، خلي بالك، يبقى أقول له لتفي بحاجة الري وحاجة الزراعة. نقول تاني يا شباب، ليه الراجل ده طهر ترعة المحمودية؟ لتفي بحاجة الري والزراعة وهي زيادة الأرض الزراعية. طيب مستر ده كده لو جينا اتكلمنا على سعيد، طب خش على اللي بعده. الزراعة في عهد إسماعيل يا مستر، قال لك بص بقى، ازدهرت الزراعة حيث ازدادت مساحة الأراضي الزراعية، وتم حفر العديد من الترع مثل ترعة الإبراهيمية، وأنشأ العديد من القناطر على النيل. خد بالك، أنشأ العديد من القناطر على النيل. خش لي بقى على الصناعة في عهد إسماعيل، كده أنت خلصت الزراعة، خش بقى على الصناعة. أنا كنا حافظينها في إسماعيل، زود أرض زراعية، حفر ترعات إبراهيمية، أنشأ القناطر على النيل. مستر الصناعة في عهد مين؟ قال لك هناخد الصناعة في عهد إسماعيل ثم الصناعة في عهد إسماعيل يا بطل. قال لك ازدهرت الصناعة لأنه أعاد نشاط الكثير من المصانع وتوسع في مصانع السكر بالوجه القبلي. هل سعيد تم الصناعة؟ لأ. هل عباسي تم الصناعة؟ لأ. الله ينور عليك. خش بقى على التعليم، وهم ال3 اهتموا بالتعليم. قال لك أولا التعليم في عهد عباس، أقول له أغلق معظم المدارس. أما التعليم في عهد سعيد باشا، قال لك تدهور التعليم في مصر في عهد سعيد لأنه أغلق ديوان المدارس وشجع البعثات الأجنبية على فتح مدارس لها بالقاهرة واسكندرية. أما بقى التعليم في عهد الخديوي إسماعيل، لا كان كويس، ويقول لك دلل أوجد الخديوي إسماعيل نهضة تعليمية حقيقية. اهتم إسماعيل بالتعليم والنهضة العلمية؟ الإجابة أعاد فتح ديوان المدارس، توسع في إنشاء المدارس المختلفة، أنشأ دار للكتب، أنشأ دار للرصد، ومصلحة الإحصاء والمساحة والجمعية الجغرافية. أما التعليم يا مستر في عهد الاحتلال، هقول له تدهور. بما تفسر ليه تدهور التعليم أثناء الاحتلال البريطاني، أو دلل أهمل الاحتلال البريطاني التعليم؟ هقول له حيث أنه جعله بمصروفات عالية وحصره في فئة قليلة بهدف تخريج مجموعة من الموظفين للعمل في الإدارات والمصالح الحكومية. هيجي يسألك سؤال ويقول لك إيه موقف الخديوي؟ إيه بقى يا قلبي موقف الخديوي توفيق من أحمد عرابي من ضرب مدينة اسكندرية؟ هقول له والله توفيق قرر عدم مغادرة قصر رأس التين هو وأسرته.
احمد عرابي قرر الانسحاب الى كفر الدوار لانشاء الاستحكامات لمواجهه زحف الجيش البريطاني يا قلبي. وقف لحد هنا لو انت متابعنا من اول الفيديو، وقوم رايح شويه كده وافصل نص ساعه ويلا بينا ترجع لي تاني عشان نكمل وحدتنا. حبايب قلبي خلصنا الوحده وجايين بقى دلوقتي يا قلبي. معلش احنا مغيرين الطقم عشان خاطر بس بنريح كده ما بين الشوطين، حقك عليا. بص يا قلبي، يلا بينا نشتغل كده على كل بقى تجميعات الوحده دي، وبالمره تجميعات التاريخ، ايه بقى فرمانات وايه مش عارف مناصيم وايه الكلام ده كله انا هقول من اول واحده واحده. يلا بينا يلا بينا. بص يا قلبي، اي حاجه تلاقي نفسك مش عارفها هنا اعرف ان الحاجه دي مهمه جدا. لما بتيجي في الامتحانات بيحصل نواح في محافظه اسكندريه والناس كلها بتعيط، خلي بالك من ده. هيجي يقول لك يا قلبي يا وحش الوحوش، اول حاجه عندنا مطالب الشعب في الثورات. قول لي بقى ايه مطالب الشعب في الثورات يا مستر؟ بص يا قلبي، قال لك لو جينا اتكلمنا الاول على مطالب مظاهره عابدين، قلت هنا يا شباب نجيب لك لون مختلف بقى. لو قال لك مطالب الشعب في مظاهره عابدين 9 سبتمبر 1881، هتقول لي او مطالب الامه والجيش اللي قدمها عرابي لتوفيق، هتقول لي واحد اسقاط الحكومه المستبده برئاسه رياض باشا، 2 تشكيل مجلس نواب على النسق الاوروبي، 3 زياده عدد الجيش 18000 جندي. زودها عندك يا قلبي. فاكر لما قلناها سوا كنا بنقول كده والله العظيم 9 سبتمبر 1881 خرج عرابي ومعاه الجيش و1000 مواطنين إلى عابدين تقديم الطلبات، تشكيل مجلس نواب عن النظام الأوروبي، زيادة عدد الجيش ل 18000 جندي، عزل وزارة رياض، فيوافق على الطلبات. فاكر قلبي؟ الله ينور عليك. دي بقى قلب القلب مطالب الثورة أو مطالب الشعب في مظاهرة عابدين. في مطالب تاني في مطالب سعد زغلول وزملائه من السير وينجت. سعد زغلول وزملائه طلبوا من السير وينجت، واحد طلبوا منه إلغاء الحماية. بص بقى قلبي، طلبوا منه إلغاء الحماية البريطانية والأحكام العرفية، وإلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات المصرية، وطلبوا منه كمان الاستقلال والسماح لهم بالسفر إلى باريس لعرض قضايا استقلال مصر على مؤتمر الصلح هناك. دي كده مطالب مظاهرة عرابي، ودي مطالب سعد زغلول في ثورة 1919. كده يا قلبي يبقى أنت خلصت مطالب الشعب في الثورات. طب تمام يا مستر، كده انا عرفت ان دي مطالب الشعب في الثورات. تعال نجيب لك التاني احسن. بص يا قلبي، هناخده ايه تاني يا مستر بقى؟ قال لك والله بعد مطالب الشعب في الثورات، بص يا محترم، اقول لك والله بعد ما خدنا مطالب الشعب في الثورات عندنا حاجه اسمها المذكرات المشتركه. انا عندي كام مذكره؟ عندك مذكرتين، مذكره مشتركه اولى ومذكره مشتركه ثانيه، وتم ذكرهما في درس احمد عرابي. طيب مستر قول لي بعد اذنك ايه المذكره المشتركه الاولى وايه المذكره المشتركه الثانيه؟ قال لك والله المذكرات المشتركه، سبب المذكره المشتركه الاولى، وخلي بالك من التاريخ، يناير، بص اهي يناير 82 عشان الاثنين في نفس السنه. امال الثانيه هقول لك والله المذكره المشتركه الاولى كانت يناير 1882. ايه اسبابها؟ رغبه بريطانيا ورغبه فرنسا في تقويه مركز الخديوي في مواجهه الحركه الوطنيه. طب محتوى المذكره المشتركه في يناير نفس المذكره اللي هي يناير، يعني المذكره الاولى ده شهر واحد، انا حافظها كده 82 في شهر يناير شهر واحد تبقى المذكره الاولى. طيب قول لي بقى ايه مطالبهم؟ قال لي والله ابدت انجلترا رغبتها الصريحه في حل مجلس النواب، خد بالك عايزه تحل مجلس النواب، وتأييدها التام لموقف الخديوي ومساندته ضد الحركه الوطنيه. اما بقى سبب المذكره المشتركه الثانيه دي كانت نفس السنه بس شهر مايو، خلي بالك يا قلبي شهر مايو. هقول له رغبه بريطانيا وفرنسا في مسانده الخديوي توفيق امام العسكريين. ايه المطالب بتاعتها؟ 1 اقاله وزاره البارودي، 2 ابعاد احمد عرابي وزملائه خارج البلاد. تمام يا مستر. قول لي بقى المحاكم واسبابها ومساوئها. حبيبي يا محترم، عندك محكمتين في المنهج كله، محكمه مختلطه ومحكمه قنصليه. عظمه يا قلبي. طب يلا بينا يا مستر، قول لي بقى المحاكم بتاعتي. هبدا باختصاص المحكمه القنصليه. خد بالك يا قلبي لما يقول لي محكمه قنصليه اقول له النظر في الجرائم. هنا كل الجرائم التي يرتكبها الاجانب ضد المصريين، ما فرقش، كل الجرائم اللي يرتكبها الرعايا الاجانب ضد المصريين او الحكومه المصريه نفسها، يبقى ضد المصريين او الحكومه المصريه نفسها يا قلبي. طب تمام يا مستر. الراجل قال لك ايه نتائج او ايه عيوب مساوئ المحاكم القنصليه؟
اقول لك والله نتائج او عيوب او مساوئ المحاكم القنصليه: تنازل المصريين عن حقوقهم لان احكامها كانت لا تستأنف الا في الخارج. ده عيب المحكمه القنصليه. اما بقى مستر المحكمه الثانيه اللي عندنا فهي هتكون اختصاصات المحاكم المختلطه. يا ترى المحكمه المختلطه ايه اختصاصاتها؟ خد بالك عشان بيقول لك التخصص او الاختصاص. هنا اقول له والله دي اختصاصها الفصل في القضايا المدنية والمنازعات العقارية. قضايا مدنية يعني تخص مدنيين، ومنازعات عقارية بين الأجانب والمصريين أو الأجانب والحكومة نفسها أو الأجانب والحكومة المصرية نفسها. يبقى أنا كده خدت المحكمتين. عرفت المحكمة القنصلية خصائصها اللي لك عليها إيه؟ إيه يا مستر تخصصها أو هي تختص بإيه؟ قال لي فصل في الجرائم. بينما المحكمة المختلطة قضايا مدنية منازعات عقارية. طيب مستر قول لي لو سمحت ايه نتائج او ايه عيوب المحكمة او مساوئ المحاكم المختلطة؟ هقول لك: تدخل القضاة الاجانب في سلطة القضاء التشريعي المصري وانحيازه من الاجانب. وقال لك قال لك الناس دي كانت بتتدخل القضاء الاجانب في سلطة القضاء التشريعي المصري وتنحاز كمان للاجانب. كده انت خلصت المحكمتين: القنصلية والمختلطة. خش لي بقى قلب القلب على اقتراحات ومطالب تانية. قول لي الاول ايه الاقتراحات اللي انت عايز تديها لي يا مستر؟ عايز اقول لك اقتراحات بعثة كيف. قال لك كيف اقترح انشاء اداره للمراقبه الماليه يكون رئيسها موظف انجليزي، والا يعقد الخديوي اي قرض الا بموافقه الاداره الماليه. ده الاقتراح اللي قدمه كيف لحل الازمه الاقتصاديه في مصر. وبعد كده في نفس الدرس خدنا حاجه اسمها لجنه التحقيق الاوروبيه العليا يناير 1878. قال لك والله كان ليها مطالب: ان يتنازل الخديوي اسماعيل، نقول تاني يا قلبي، ان يتنازل الخديوي اسماعيل، هيتنازل عن سلطته المطلقه لوزاره مسؤوله. وكمان يا مستر ان يتنازل عن اطيانه واطيان عائلته مقابل مخصصات ماليه له. يعني ايه او مخصصات ماليه تصرف له؟ يبقى ان يتنازل الخديوي اسماعيل عن اطيانه واطيان عائلته ووضعها تحت الرقابه الدوليه مقابل مخصصات ماليه او مخصصات ماليه تصرف لهم. يعني يسيب املاكه واملاك العائله كلها مقابل ان هو ياخد مخصصات ماليه تصرف له يا شباب. طيب مستر انا كده الراجل خدت مطالب لجنه التحقيق الاوروبيه العليا. تعال نشوف بقى مستر ايه مواقف الشعب المصري اللي جات لي في خلال المنهج. اقول لك بص بقى، لو جينا اتكلمنا عن مواقف الشعب المصري فقال لك والله انا عايز اخد موقف الشعب المصري من لجنه ميلنر اللي كانت في درس سعد زغلول. هقول لك والله رفض الشعب المصري التفاوض معها وقطعها. طب لو عايز اعرف ايه موقف الشعب المصري من مفاوضات سعد وميلنر نفسها، هقول له برضو رفض الشعب مشروع المعاهده لانها كانت ستؤدي لاستقلال مصر استقلالا عنصريا. وممكن نحط من عندنا موقف ايه؟ موقف الشعب من دستور 30. رفض الشعب وقام بالقيام بالثورات لالغاء 30 والعوده ل 23. طيب مستر تعال بقى نبتدي في الفرمانات. بص يا قلبي بقى، كلمه فرمان على فكره يعني امر من السلطان واجب التنفيذ. حلو. اول فرمان ظهر عندنا في المنهج فرمان 9 يوليو 1805. قول لي انت بقى جميل، ايه فرمان 9 يوليو 1805 ده؟ اقول لك عزل خورشيد وتولية وتعيين محمد علي واليا على مصر. طب تمام. عندي فرمان يوليو 1806. بص طالما الفرمان يعني في كذا سنه ما تحفظش الشهر، يعني مثلا فرمان 1805 خلاص انا عرفت ده فرمان 1805 نص على ايه؟ عزل خورشيد وتعيين محمد علي. طب فرمان 1806 اقول له ده بقى نص على محاوله نقل محمد علي واليا على ولايه سالونيك باقليم مقدونيا باليونان، وتسليم محمد علي السلطه دون معارضه او مقاومه للوالي العثماني الذي جاء مع الاسطول، ووقفت الزعامه الشعبيه بجانب محمد علي، لذلك تراجع السلطان العثماني عن نقل محمد علي. وهنا بنقول في الفرمان ده فرض الشعب بسيطرته وارادته على السلطان. عندي بقى الفرمان الثالث يا قلبي وهو فرمان يونيو 1841. ده بقى احفظ لي الشهر بتاعه عشان في فرمان تاني اسمه 41 بس. يونيو 41 ده نص على حق وراثة العرش الأكبر أبناء محمد علي سنا من الذكور. أما بقى مستر فرمان 41 يقضي بولاية محمد علي على السودان. وعندي فرمان تاني اسمه فرمان 1879 يونيو. خد بالك السلطان عامل فرمانين في نفس الشهر. ممكن يقول لك أصدر السلطان فرمانات يونيو، فأنت ممكن تكتب له القصة دي. هتقول له عزل الخديوي إسماعيل وتولية ابنه
يبقى اقول له يا شباب هيبقى هنا عزل الخديوي اسماعيل وتوليه ابنه توفيق. زي ما انت عندك فرمان وهو امر من السلطان واجب التنفيذ، احنا كمان برضه عندنا مراسيم ودي امر من الخديوي اسماعيل. المراسيم عندك منها 5 ولازم كل سنه يخبطنا مرسومين كده او مرسوم بيبين الطالب اللي مش ذاكر واللي مش مذاكر. وخد بالك عندنا مراسيم بتبقى في نفس السنه. كلمه مرسوم يعني امر من اسماعيل، ومرسوم يعني امر من اسماعيل. في مرسوم 1876 وفي مرسوم 1876. الحق يا مستر، 2 مراسيم في نفس السنه، اعمل ايه يا مستر محمد؟ لو انت شاطر يا قلب القلب احفظ زي هتقول مرسوم مايو. اعتقد ان مايو ده شهر كويس، شهر الخير، فهقول له انشاء صندوق دين. هيعمل صندوق الدين وهو بمثابه خزنه فرعيه للخزنه المصريه، وكان يتولى تسليم المبالغ المخصصه للديون من المصالح المختلفه والاشراف على تسديد الديون لاصحابها. صندوق الدين ده كان خزنه فرعيه جوه الخزنه المصريه، وكان بيشرف على استلام المبالغ المخصصه لسداد الديون من المصالح المختلفه ويشرف على تسديدها. ده فرمان مايو 76. ايه بقى مستر او مرسوم مايو 76؟ ايه مرسوم نوفمبر؟ قال لك والله مرسوم نوفمبر ده نص على تعيين مراقبين اجنبيين على الماليه المصريه. مراقب بريطاني يراقب ايراداتنا، ومراقب فرنسي يراقب مصروفاتنا، وسميت بالمراقبه الثنائيه. طيب مستر معلش حقك عليا، انا عايز افرق بين الاتنين بقى. بص يا قلبي، انا بعمل صندوق عشان اسد ديوني، دي حاجه كويسه، فاقول فرمان مايو. انما لما اجيب 2 يراقبوني، واحد بيراقب بكسب قد ايه والتاني بيراقبني بصرف قد ايه، دي مش حاجه كويسه خالص، دي حاجه سيئه جدا. فانا على طول هقول له نو. نو يعني لا، انا مش عايز حد يراقبني. طب ايه النو الوحيده في السنه؟ شهر نوفمبر. فلو قال لك ما النتائج المترتبه على مرسوم نوفمبر، خليك ذكي وشاطر وقول له والله مرسوم نوفمبر ده مع ده نو، يبقى نو مراقبه ثنائيه، يبقى تشكيل مراقبه ثنائيه. طيب عندي مرسوم تاني برضو 1800، مرسوم 1878 بس ده شهر يناير. اقول لك والله مرسوم 78 يناير نص على تأليف لجنة التحقيق العليا الأوروبية والموافقة على مطالبها، وهي أن يتنازل الخديوي عن سلطته المطلقة لوزارة مسؤولة، والتنازل عن أطيانه وأطيان عائلته، ووضعها تحت الرقابة الدولية مقابل مخصصات مالية لهم. حبيبي بالله عليك ما تنسى ان المراسيم دي زي ما انت شايف هنا برضه هيبقى في الناحيه الثانيه. ممكن يقول لك ما النتائج المترتبه على مرسوم مايو 76، ما النتائج المترتبه على مرسوم نوفمبر 76. بعض الاساتذه المحترمين بيقول لك ما تحفظش شهور، ده اسم مرسوم مش شهر، احفظ لو سمحت. مستر في مراسيم تانية؟ قال لي في مرسوم في نفس السنه، في مرسوم في نفس السنه. وده ايه ده مستر؟ اقول له ده مرسوم تاني اسمه مرسوم 1878 بس المره دي اغسطس. طالما قال لي اغسطس اقول له ده مرسوم تأليف الوزاره برئاسه نبار باشا، وكان بها وزيرين، بريطاني للماليه والفرنسي للاشغال، وبناء على اتفاق بين حكومه فرنسا وبريطانيا تم تشكيل هذه الوزاره. ممكن يقول لك ما النتائج المترتبه؟ بص يا قلبي ادي الاثنين اهم، انا لو صغرت لك هتشوفها. بص، ما النتائج المترتبه على مرسوم يناير 78 او مرسوم اغسطس 78، يبقى هنا الشهر مهم جدا يا قلبي، خلي بالك منه. طيب مستر انا كده عرفت المرسوم ده، في مرسوم تاني؟ قال لك في مرسوم ابريل، ويفضل تحفظ في المراسيم الشهور 1879. اقول له نص على تسويه الدين طبقا لما قررته اللائحه الوطنيه وادى الى تدخل حكومه بريطانيا وفرنسا والضغط على السلطان العثماني، فاصدر فرمان يونيو 79 بخلع اسماعيل وتوليه ابنه توفيق. كده يا قلب القلب انت خلصت ال5 فرمانات وال5 مراسيم، واتمنى تكون ذاكرتهم كويس واكتبهم عشان ما تنساهمش. طيب مستر عندنا ايه تاني ممكن ناخدوه من تجميعات المنهج؟ اقول لك يا قلبي عندنا من تجميعات المنهج حاجه اسمها اللوائح. ايه اللوائح دي؟ قال لك كلمه لائحه يعني دستور او قانون. فاول لائحه ظهرت عندي في المنهج لائحه 1837 الخاصه بدرس محمد علي. أصدرها مين؟ محمد علي، لإعادة تنظيم الإدارة إلى 7 دواوين وحدد اختصاصها. دي كده أول لائحة. عندي لائحة أغسطس 1858 اللي أنا وأنت حافظينها باللائحة الساعدية، طبعا سيادتك كده افتكرتها. أعطى الفلاح حقية توريث الأرض الزراعية. بعد كده اللائحة الثالثة. عندي يا قلبي لائحة أساسية للدستور اللي أصدرها الخديوي إسماعيل. اللائحة الأساسية بتاعت الدستور الخديوي إسماعيل هدفها إقامة حياة دستورية سليمة
عندك لائحتين شبه بعض وخلي بالك منهم لو انت راجل محترم وبتذاكر كويس. اول لائحه فيهم لائحه اساسيه 1881 او دستور 81 وده خاص بشريف. اما اللائحه الثانيه لائحه اساسيه 1882 او دستور 82 وده خاص ببارودي. يلا نشوف اللي انا كنا حافظينه في درس احمد الرابي. يلا بينا يا قلبي. هقول لك: واحد، صدرت في عهد وزارة شريف باشا ولم تتضمن حق المجلس في مناقشة الميزانية وكانت سببا في حدوث جدال بين شريف ومجلس النواب. ده لائحة 81. لائحة 82 أو دستور 82 ده بتاع البارودي. أقول لك: في عهد وزارة المحمود سامي البارودي، ونص على مبدأ مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب وحق المجلس في مناقشة الميزانية. الله ينور عليك يا قلبي. طيب مستر، خلصنا اللوائح، في ايه تاني ممكن ناخده؟ اقول لك: انا جمعت لك تصريح 28 فبراير 1982. خطير جدا التصريح ده يا شباب. يا هو يا معاهده 36 لازم تلاقيهم في الامتحان، والله ما يطلعوا من الامتحان، يا 28 يا معاهده 36. طيب قول لي: اصدرت بريطانيا تصريح 28 فبراير بعد فشل المفاوضات. اقول له: عدلي كان وكبزه. طب صدر تصريح 28 فبراير في عهد الملك. اقول لك: فؤاد. طب ايه نصوص تصريح 28 فبراير؟ الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. بتيجي على طول اختيارات، الناس بتتلخبط وتاخدها 36. اوعى. الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات السيادة في تصريح 28. الغاء الحماية البريطانية على مصر، الغاء الاحكام العرفية على مصر. النتيجة: أعلن السلطان فؤاد الأول نفسه ملكا على مصر، أعيدت وزارة الخارجية المصرية، وشكلت وزارة عبد الخالق ثروت لجنة من 30 عضو لإعداد دستور 1923. طيب مستر، أنا راجل خلصت القصة بتاعتي والدنيا بتاعتي ماشية تمام جدا جدا جدا، ممكن بقى تقول لي إيه دستور 19 إبريل 1923؟ بص يا قلبي بقى، دستور 1923 ده اللي وضعته وزارة عبد الخالق ثروت. ده اللي كان لدستور 23 العديد من المزايا. انا عايز اعرف ايه المزايا، ايه المبادئ الايجابيه. اقول لك: بص، برغم ان كان عنده مبادئ ايجابيه لم يكن يخلو من العيوب، او يقول لك ده اللي قبل الشعب المصري دستور 23 لوجود بعض المزايا له ايجابيات. اقول لك: اولا، كان خطوه اساسيه في تقرير مبدا ان الامه مصدر السلطات. خد بالك ال 30 عضو اللي اختاروا اللي عملوا الدستور من الشعب. تاني حاجة، أقول له: وضع نهاية الحكم المطلق وتقرير مبدأ المساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات ومبدأ احترام الحريات العامة. الحتة دي مهمة أوي، مبدأ احترام الحريات العامة. خلي بالك من القصة دي يا قلبي وزود الكلام الصغنطط ده. ايه عيوب دستور 23 بعد كده مستر؟ اقول لك: بص، ده سؤال بيجي دلل. اعطى دستور 23 للملك سلطات واسعة. اقول له: عمل ايه للملك؟ أقول له: أعطى للملك سلطات واسعة أمام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث جعل للملك الحق في حل البرلمان والدعوة الانتخابات الجديدة. على كده مستر بيجي سؤال يقول لي: ما النتائج المترتبة على دستور 1923؟ مش بقفش أقول إيه؟ أقول لك: ليه يا قلبي؟ ما إحنا هنجاوب منين أهو. أقول له: تم إجراء الانتخابات وحصل حزب الوفد على أو كسب حزب الوفد على الأغلبية، وشكل سعد زغلول أول وزارة برلمانية سميت بوزارة الثورة، وافتتح أول برلمان مصري. كده يا قلبي يبقى أنا مسكت دستور 23، خدته مزايا، خدته عيوب، خدته نتائج. طب يا مستر، عندي دستور 30 برضه. أقول لك: برافو عليك. دستور بقى 1930 قال لك دستور 30 ألغى إسماعيل صدقي دستور 23 ووضع مع نفسه دستور 30، وأعطى الملك مزيدا من السلطات وأهدر في المقابل سلطة الأمة وحقوقها. فعارض الشعب المصري الدستور بتاع 30 وقام بالمظاهرات لإلغائه، واستجاب الملك فؤاد ولغاه. طيب مستر، أنا الدساتير كده فل الفل قوي والدنيا تمام، ما تلم لي الوزارات بالمرة. أقول لك: يلا وزارات، يلا وزارات يا قلبي. بص بقى، قال لك: والله الوزارات عندي وزارة نبوة باشا. قال لك: عرفت الوزارة باسم الوزارة المختلطة وكان بها وزيرين، واحد بريطاني للمالية والتاني فرنسي للأشغال، وتشكلت الوزارة المختلطة برئاسة نبار باشا. ده كل حاجة عليك في الوزارة المختلطة. راح نبار جالك رياض، خد بالك بقى، وضع توفيق نفسه تحت حماية انجلترا وفرنسا بإسناد الوزارة للرياض. هتقول لي ليه؟ هقول لك إن رياض باشا لما مسك الوزارة كده وضع نفسه الخديوي تحت حماية فرنسا وبريطانيا، لأن الراجل ده ولاءه لإنجلترا. ايه تاني يا مستر؟
قال لك طالب احمد عرابي في مظاهره عابدين 9 سبتمبر باسقاط وزاره رياض. بعد كده تم اسقاط وزاره رياض بعد مظاهره عابدين وتعيين شريف باشا مكانه. ده كده كل معلوماتك عن وزاره رياض اللي ذكرت عندك في المنهج. يجي بعد كده وزاره شريف. وزاره شريف يا شباب هتيجي 1881. تم تشكيل وزاره شريف بعد مظاهره عابدين على طول، وتم تشكيلها بعد عزل وزاره رياض، واصدرت اللائحه الاساسيه 81. خد بالك، لم تتضمن حق المجلس في مناقشه الميزانيه، واستقالت وزاره شريف باشا بسبب اصرار المجلس النواب على مناقشه الميزانيه. طب تمام يا مستر. يجي بعديها اقول لك وزاره محمود سامي البارودي. قال لك وزاره محمود سامي البارودي 1882. قال لك والله تعرف باسم وزاره الصال، خلي بالك منها. قال لك تم تشكيل وزاره محمود سامي البارودي بعد استقاله شريف مباشره، وعين بها احمد عرابي في وزاره البارودي وزيرا للجهاديه والبحريه. واصدرت وزاره محمود سامي البارودي اللائحه الاساسيه اللي هي الدستور 1882، واعطت وزاره البارودي لمجلس النواب حق مناقشه الميزانيه، ودبرت ضباط الشراكسه مؤامره للاطاحه بوزاره البارودي، وكان من مطالب المذكره المشتركه الثانيه اقاله وزاره البارودي. خدت بالك؟ ده كل حاجه عن وزاره البارودي عندك في المنهج. طب يا مستر، مين راغب باشا ده؟ قال لك تشكلت وزارته بعد استقاله البارودي، تشكلت وزارته بعد ان ظلت مصر بدون وزاره لمده اسبوعين كاملين. اما بقى يا قلبي وزاره عدل يكن فكانت ترغب في الاتفاق مع بريطانيا على وضع دستور يحقق اماني ومطالب المصريين. استقالت وزاره عدل يكن بعد فشل المفاوضات مع كيرزون ووزير خارجيه بريطانيا عدلي وكيرزون. مستر، ايه وزاره عبد الخالق الثورت؟ قال لي شكلت لجنه من 30 عضو لاعداد دستور 23. طب وزاره عمنا سعد زغلول؟ قال لك سعد زغلول مؤسس الوفد المصري واول وزاره برلمانيه في مصر وزاره سعد، عرفت باسم وزاره الشعب وزاره سعد. تم في عهدها افتتاح اول برلمان مصري وزاره سعد. استقالت لرفضها مطالب الانذار البريطاني اللي قدمه اللورد الليمبي للحكومه المصريه وزاره سعد. سعد زغلول سافر الى باريس لعرض قضايا استقلال مصر على مؤتمر الصلح. بعد ما استقال سعد لو تفتكر هيجي لنا وزاره اسمها وزاره زيور باشا. حبيبي يا محترم، تكايه من ضمن تكاتنا. قال لك والله الراجل اللي اسمه زيور ده كان رئيس مجلس الشيوخ. خد بالك بقى يا قلبي، زيور باشا ده رئيس مجلس الشيوخ. بص بقى، الراجل قال لك تشكلت بعد استقالة وزارة سعد زغلول وقبلت الإنذار البريطاني وسحب الجيش المصري من السودان في عهده تبقى وزارة زيور باشا. مين بقى وزارة إسماعيل صدقي؟ الراجل ده اللي قام بإلغاء دستور 23 ووضع دستور 30. طب مين أستاذ مصطفى النحاس؟ قال لي تشكلت بعد حادثة 4 فبراير 1942. ألغت وزارة مصطفى النحاس معاهدة 36. أطلق مصطفى النحاس الحرية للشعب في النضال المسلح ضد القوات البريطانية الموجودة في قناة السويس. هيجي يقول لك بقى يا قلبي تشابه تصريح 28 فبراير. خد بالك يا محترم، الراجل هيقول لك تصريح 28 فبراير ده 1922 يتشابه مع معاهدة 36 في السياسة الخارجية وعلاقة مصر الخارجية. أقول لك السؤال ده بيجي يدلل، أقول له والله فأن أصبح لمصر سياسة خارجية بعد تصريح 28 فبراير أعيدت وزارة الخارجية المصرية. أما بقى بعد معاهدة 1936 أصبح لمصر الحق في عقد المعاهدات الدولية أو المعاهدات مع الدول الأجنبية بشرط عدم تعارضها مع نصوص المعاهدة. هنا السؤال ده معناه إن بعد تصريح 28 النتيجة كانت مشابهة للنتيجة بعد 36. أقول له بعد تصريح 28 عادت وزارة الخارجية، إنما هنا بعد تصريح بعد معاهدة 36 أصبح لمصر الحق في عقد المعاهدات الدولية بشرط عدم تعارضها مع نصوص المعاهدة. مستر، أنا كده خلصت كل الوزارات، في إيه تاني أخده؟ كل التصريح وكل المعاهدات. عندنا الإنذارات بقى يا قلبي. كم إنذار يا مستر؟ بص يا سيدي، أول إنذار عندنا إنذار يوليو 1882. تخيل لو قال لك ما النتائج المترتبة على إنذار يوليو 1882؟ بلح بالزبادي، كلنا ضيعنا. ليه؟ محدش حافظ الإنذار باسمه. ده حفظ جدا عشان لو غلس احنا قد الغلاسة. لو جه قال لك انذار يوليو 82 انا عارف ان ده بتاع الاحتلال البريطاني، فهقول له ايه بقى؟ قدمه قائد الاسطول البريطاني للحكومة المصرية
مطالبه تسليم المدافع المنصوبة في الحصون القائمة على ساحل البحر المتوسط. ايه نتيجة انذار يوليو 82؟ رفضت الحكومة المصرية الانذار واعطت القائد البريطاني اشارة ببدء ضرب اسكندرية، ونزلت القوات البريطانية الى مدينة اسكندرية. والله يلا لو جه في الامتحان سواد السواد. تخيل انت كده وانت قاعد جه قال لك قارن بين انذار يوليو 1882 واصدار 22 نوفمبر 1924. انا لله وانا اليه راجعون، بس مع مين؟ ده احنا سلاطين يلا ومسيطرين. الراجل قال لك انذار 22 فبراير 1924، ايه اسبابه؟ اغتيال السيرلي ستاك، ده كده رقم واحد. طب ده سببه مين قدمه؟ اللورد الليمبي للحكومه المصريه بعد اغتيال السيرلي ستاك. طلب منها ايه؟ سحب الجيش المصري من السودان. النتيجه استقاله وزاره سعد زغلول لانه رفض المطالب، وتشكلت وزاره زيور باشا وقبلت المطالب. طب لو قال لك انذار او حادثه 4 فبراير 1924، نقول تاني يا شباب، حادثه 4 فبراير 1924. بص يا محترم، لو جه قال لك حادثه او انذار 4 فبراير 1924، اقول له بمنتهى البساطه بقى اسبابه: مماطله الملك فاروق في الاستجابه لمطالب بريطانيا وتشكيل حكومه برئاسه مصطفى النحاس. الملك فاروق موطل عشان ما استجابش لرغبه بريطانيا في تعيين او تشكيل مصطفى النحاس وزاره جديده. طب ايه مطالب الانذار؟ تشكيل حكومه برئاسه مصطفى النحاس. النتيجه قبل الملك فاروق الانذار وعرضوا على مصطفى النحاس وشكل الوزارات فتم قبول الوزاره. مستر، زي ما عندي انذارات عندي حوادث، يلا ناخد الحوادث. يلا بينا يا قلبي. اول حادثه هتظهر عندنا يا شباب حادثه قصر النيل، حادثه منتصف يناير 1881. ولو جابها بالاسم ده في ناس كتير قوي هتقع فيها يا شباب. قال لك ايه الاسباب؟ اقول له والله تقديم عرابي وزملائه شكوى لمجلس الوزراء طلبوا فيها باقاله عثمان رفقي. النتيجه استجابه الخديوي توفيق لمطالبهم وعزل عثمان رفقي وعين محمود سامي البارودي. عندي حادثه تانية اسمها حادثه اسكندريه، طبعا كده انت تفهمها، الاهالي والاجانب اللي قتلوا بعض. طب افرض جه غلس وقال لك ايه النتيجه المترتبه على حادثه 11 يونيو 1882؟ تخيل بقى لو قال لنا كده، انا لله وانا اليه راجعون، بس احنا سلاطين. هقول الاسباب: خلاف حدث بين احد الرعايا الاجانب وبين احد المصريين وادى لنشوب معركه راح ضحيتها عدد من القتلى من الجانبين. النتيجه اجتماع قناصل الدول الاجنبيه باسكندريه، وسافر الخديوي للاسكندريه بحجه تهدئه الاوضاع. قلبي يا قلبي يا قلبي. هيجي يقول لك عندي الحادثه الثالثه، عندي حادثه دنشواي 1806، دي سهله بقى. ايه نتائجها؟ استغل مصطفى كامل حادثه دنشواي للتنديد بالاحتلال البريطاني وسياسته القمعيه، مما ادى الى استقاله اللورد كرومر اول معتمد بريطاني في مصر. قال لك بعد كده عندي حادثه اغتيال السيرلي ستاك. والله العظيم لو قال لك اغتيال السيرلي ستاك شكرا. طب لو قال لك حادثه 9 نوفمبر 1924، والله انا لله وانا اليه راجعون. خلي بالك من ده والتواريخ دي، عشان لو لعب بالالفاظ والحوادث دي هيوقعك وقعه كبيره قوي، فانت لازم تبقى مستعد للأسوأ. هقول والله النتائج: تقديم المندوب السامي البريطاني اللورد الليمبي انذار للحكومه المصريه 22 نوفمبر، حلو، وطلب فيها عده مطالب، ومنها سحب الجيش المصري من السودان ورفض سعد زغلول المطالب واستقال وتشكلت وزاره زيور وقبلت الانذار. عندي اخر حادثه في المنهج عندنا حادثه 4 فبراير 1942، اسبابها مماطله الملك فاروق فتعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومه المصريه. ايه احداثها؟ قامت دبابات قوات الاحتلال البريطاني بمحاصره عابدين. ايه مطالبها؟ تشكيل حكومه برئاسه مصطفى النحاس. ايه نتائجها؟ قبل الملك فاروق الانذار وعرض على مصطفى النحاس تشكيل الوزاره فقبل ذلك. على فكره متكرره مرتين ومهمه قوي. مستر، ما تيجي ناخد شويه المعاهدات اللي علينا؟ يلا بينا. اول معاهده يا قلبي، اول معاهده عندنا ظهرت معاهده لندن 1840. طيب يلا انت قول لي المعاهده دي ايه اسبابها؟ ادراك الدول الاوروبيه ان محمد علي اصبح يمثل خطرا على التوازن الدولي نتيجه لانتصاراته وازدياد نفوذه. ايه نتائجها؟ اعاده محمد علي شبه الجزيره العربيه والشام للسلطان، تثبيت محمد علي في حكم مصر، اعلان خضوع محمد علي للسلطان العثماني،
وكان موقف محمد علي اضطر إلى القبول بشروط المعاهدة. عندي اتفاقية تانية يا مستر اسمها اتفاقية العريش. ايه بقى يا مستر اتفاقية العريش دي؟ قال لك بص بقى، قال لك اتفاقية العريش يا قلبي دي كانت الأطراف بين فرنسا وبين العثمانيين. الأسباب: إدراك كليبر استحالة بقاء الحملة الفرنسية في مصر في ظل الأخطار التي تهدد وجودها أو المحيطة بها. طب إيه شروطها على كده؟ خروج الحملة الفرنسية من مصر إلى فرنسا على نفقة الدولة العثمانية. ويا ترى إيه نتيجتها؟ فشلت المعاهدة وكان في سبب. إيه السبب يا مستر؟ قال لك والله هتفشل المعاهدة بتاعت معاهدة العريش، هتفشل يا شباب، وده بسبب رفض بريطانيا خروج الحملة الفرنسية إلا كأسرى حرب. هو يا شباب رفض بريطانيا الاتفاق وطلبت استسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب. فرفض كليبر وقام بمهاجمة القوات العثمانية بعد أن سمح لها بالدخول القاهرة فتقهقرت إلى الشام. كلمة تقهقرت دي اللي هتقف معانا معناها انسحبت. الله ينور علينا. طب يا مستر معاهدة 36، بص يا قلبي، الراجل قال لك والله عندنا معاهدة اسمها معاهدة 36. ايه نصوصها؟ خد بالك منها عشان نصوص المعاهدة مهمة جدا 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 جدا. واحد، كانوا 3 شروط في صالح مصر و3 شروط في صالح بريطانيا. ايه ال3 شروط المصرية؟ اقول لك اللي مكتوب لك باللون الازرق دول، اللي هم جلاء القوات البريطانية من القاهرة ومصر ما عدا قناة السويس، مساعدة بريطانيا لمصر للانضمام بعصبة استمرار إدارة السودان وفقا لاتفاقية الحكم الثنائي مع عودة الجيش المصري للسودان. دي كده شروط مكاسب لمصر. طب إيه بريطانيا؟ قال لك بريطانيا أن تقوم مصر بوضع الطرق والمواني والمطارات تحت تصرف بريطانيا في حالة الحرب. تتعهد الحكومة المصرية ببناء سكنات ومعسكرات وطرق وكباري لازمة للقوات البريطانية وصيانتها، والمعاهدة تستمر 20 عام. دول كده يا شباب كانت المعاهدة. هل ليها نتيجة؟ ايه نتيجة المعاهدة دي؟ واحد، انهاء استقلال مصر عسكريا مع بقاء القوات البريطانية في قناة السويس. مصر هيتم انهائها عسكريا مع بقاء القوات. رقم 2، الغاء الامتيازات الاجنبية وفقا لمؤتمر مونترو 1937. حرية مصر في عقد اي اتفاقية سياسية اجنبية بشرط الا تتعارض مع 36. هنقوي جيشنا ليتمكن من الدفاع عن قناة السويس بمفرده وبالتالي خروج القوات البريطانية. تنضم مصر إلى عصبة الأمم، شيل كلمة عشوائية دي، تنضم مصر إلى عصبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة. حبيبي الكلام ده احنا كنا حافظينه زي اسمنا، لو انت شاطر احفظه زي كده. كنا بنقوله معاهدة 36، خد الستة على الاتنين يطلع فيها 3 شروط مصرية 3 شروط إنجليزية. والشروط المصرية جلاء القوات البريطانية من القاهرة ومصر ما عدا قناة السويس، برافو عليك، ومساعدة بريطانيا لمصر للدخول في عصبة واستمرار الحكم الثنائي في السودان مع عودة جيش مصر. والشروط الإنجليزية تقوم مصر بوضع الطرق والمواني والمطارات تحت تصرف إنجلترا في حالة الحرب. وكده أقول له وتقوم مصر ببناء الطرق والكباري والمعسكرات للقوات الإنجليزية وتصينها، وأن تقوم مصر أو المعاهدة 20 عام. والله كنا حافظينها كده، كنا بنقوله والنتيجة هي تحقيق الشروط المصرية مع حرية مصر في عقد أي اتفاقية سياسية مع الدول الأجنبية بشرط ألا تتعارض مع الاتفاقية. وبعد كده كنت بقول له إلغاء الامتيازات الأجنبية في مؤتمر مونترو 1937 وتقوية الجيش المصري للتمكن من الدفاع عن قناة السويس. مستر بعد المعاهدة حصلت متغيرات، والأسئلة دي بتيجي مالها علاقة، ولما بتيجي بتزعل ناس كتير قوي يا شباب. لو قال لك المتغيرات الداخلية في البلد في مصر بعد معاهدة 36، السؤال بيجي لك ما العلاقة؟ والله ما العلاقة بين المتغيرات الداخلية ومعاهدة 36؟ ايه العلاقة بين المتغيرات الداخلية في مصر ومعاهدة 36؟ انا شرح لك هنا بقول لك يعني الاوضاع الداخلية في مصر. هتقول لي تحولت علاقة مصر وبريطانيا من احتلال الى تحالف، وزاد نفوذ القصر الملكي وسيطرته منذ تولي الملك فاروق. الاثنين دول متغيرات داخليه جوه مصر. ده لو قال لك ما العلاقه بين المتغيرات الداخليه ومعاهده 36، هتقول له بعد معاهده 36 تتحول علاقه مصر وبريطانيا من احتلال لتحالف وزياده نفوذ القصر الملكي وسيطرته منذ تولي الملك فاروق.
طب افرض قال لي ما العلاقة بين المتغيرات الدولية وبين معاهدة 36؟ أقول لك يعني الأوضاع خارج مصر. هتقول لي قامت الحرب العالمية الثانية 1939 فتحولت علاقة مصر وبريطانيا من تحالف إلى خلاف، وده المتغيرات الدولية. وبكده يا قلبي نقدر نقول بكل ثقة إن إحنا راجعنا الوحدة الرابعة اللي هي تعتبر أصعب وحدة عندنا. راجعنا الوحدة الرابعة، وكمان يا بطل الأبطال فرمنا لك شخصياتك المحترمة اللي أنت بتحبها، وكمان يا بطل الأبطال إحنا خدنا لك كل تجميعات المنهج كده. يفضل لك عندنا 3 وحدات لأننا بنراجع من ورا لقدام. شد حيلك، اللي فات كان اجتهاد مننا، اللي جاي صبر وسعي واجتهاد منك عشان تفرح نفسك وتفرح أهلك وعلشان تحقق كل اللي انت بتحلم بيه. ودايما اي حاجه بتعملها حط ربنا قدام عينيك، وان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك. اشوفكم على خير، سلام.